صباح الأنوار والخيرات لكل المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شذا الأسرة. أكيد غنعرفكم بأهم فقرات هذا اليوم اللي كتكون البداية دائما مع فن الحياة، واليوم غنقولوا الأيام ودول من كتاب لا تحزن لعائد القرني. ثم غنمشيو لفقرة صحتي فرحتي مع الدكتور محمد أو حسين أخصائي في التغذية، ونشوفوا شنو هي الطرق المثلى لتناول الشاي. شهوة الجديدة ومجربة معكم انتم مستمعينا دائما على الرقم 05 22 36 10 36. اكيد الشهوات غتكون متواصله دائما مع هدى اليدري اللي غتكون حاضره معنا وغتلقى كل اتصالاتكم والتساؤلات ديالكم. ثم غنمشيو لضيف حلقتنا اليوم اللي هو الاستاذ كريم عبد العلوي، وغنشوفوا الوصفات الطبيعيه دائما اللي مختصه في علاج بالنحل. اكيد غنمشيو لاخر فقره في بيتنا الطفل، واليوم غنهضروا على الغوات او الصراخ عند الاطفال سبب علاجه. اما دابا فنمشيو لفقرتنا الاولى فن الحياه من منتدى المغربيه. فن الحياه اليوم غنشوفوا الايام ودول من كتاب لا تحزن لعائد القرني. يروى أن أحمد بن حنبل رحمه الله زار بقي بن مخلد في مرض له، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها. يعني الإنسان ما خصوش دائما يقول أن واحد الحال غيبقى عليه دائما، ما خصوش يقول بلي دوام الحال مستمر، بل دوام الحال من المحال. فاليوم إلا كنتي مريض فغدا إن شاء الله غتكون بالصحة ديالك، غدا ما كنمعنيوش بها يعني أن الغد، لكن الغد يعني المستقبل، فما غتكونش بمرض، فغتكون في حال آخر، ربما حال أفضل وربما حال أسوأ، لأن دائما الحال ما كيدومش على واحد، ما كيدومش في حاله وحده. والمعنى ان ايام ديال الصحه ما كيعرضش فيها المرض، يعني ملي كنكونوا صح كيف كنقولوا ما كيجيناش المرض على البال ديالنا، فكتقوى العزائم ديال الانسان وكتكثر الامال ديالو وكيشتد والطموح ديالو كيكبر. اما في ايام المرض اللي كتكون شديده فما كتعرضش الصحه في البال. علاش؟ فكيخيم على النفس ضعف الامل وانقباض الهمه، يسلط علينا الياس. وكيقول الامام احمد ماخوذ من قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم زرعنا منه إنه ليئوس كفور. يعني بعض المرات الانسان كيكون في واحد المحنه فدائما كيشوف السوء، دائما كيشوف الاشياء الجانب السوداوي من الحياه، ما كيكونش متفائل. لكن ملي كتجي واحد الرحمه ولو قليله من الله سبحانه وتعالى كيشوف دائما الاشياء ميسوره، الاشياء مزيانه. فعلاش هذا ملي كيكون الانسان مثلا مريض كنشوفوا ان هذا الانسان كيكون مقلق، كيكون ضيق به الحال، كيقول ان هذا المرض غيستمر فيا، ما يمكنش ليا نتعافى، ما يمكنش ليا نتشافى. لكن في حين ان الله سبحانه وتعالى رحمه الشفاء وخلاه يعني يكون مشفى يعني من هذا المرض، فكينسى المرض ديالو، كينسى انه في يوم من الايام كان مريض. صراحة الله سبحانه وتعالى نعم علينا بنعمة النسيان، لكن ما خصناش نساو أن الإنسان ملي يكون مريض خاصو يتقرب من الله سبحانه وتعالى، خاصو يدعو الله، خاصو يستغفر، يكثر من الاستغفار ديالو، لأن الله هو الحنين المنان، الله هو اللي كيشافي وكيعافي كل واحد فينا. لكن ملي كنكونوا حنايا كأناس اللي في الشدة وفي المحن كنلجؤوا الله سبحانه وتعالى، وفي الرخاء وفي الرزق ما كنلجؤوش، يعني كنتنساو او لا كنساو. هنايا فاش كنقولوا المعنى ديال الايام ودول، كيف كنقولوا راه الدنيا بحال واحد الفلك، يوم كترسى عندي يوم كترسى عندك. فنحاولوا دائما نكونوا من الناس اللي نكونوا دائما حافظين وعارفين باللي الانسان وكل الصفات اللي فيه كانت فيه صفات ذميمه او صفات رحيمه، فهاد الشيء كله بفضل الله سبحانه وتعالى. دائما الله سبحانه وتعالى كيبغينا الخيرات، كيبغينا الاشياء الجميله، فاحنا نحاولوا نقويو من الجانب الجميل في الذات ديالنا وفي الذوات ديالنا، نحاولوا ننساو الاشياء اللي هي قبيحه، الاشياء اللي كتخلينا دائما ننساو باللي الايام كتدور، باللي الا كان عندي هاد السنه عندي رخاء ورزق كبير، فانا ما ضامناش العام الماجي الا كنت في الحياه ان شاء الله واش غنكون بنفس السعه ديال الرزق. ربما يكون عندي ضنك في الحياه ولا في الرزق، ربما يكون عندي مرض، ربما يكون عندي اشياء اخرى، ربما يكون عندي يسر اخر، ربما نكون من رزق اليوم اللي هو قليل رزق اكبر غدا ان شاء الله. فدائما نكون يقينا بالله سبحانه وتعالى
ودائما نشوفوا بلي سبحانه وتعالى كيرزق كل روح باش كتروح. فمثلا ملي كنشوفوا ان الله سبحانه وتعالى كيعطينا الرزق ديالنا على قد العمل ديالنا، فكيقول لك سعى يا عبدي وانا معك. فالانسان ملي كيكون مثلا عنده شهاده وكيطرق كل الابواب باش انه يلقى عمل ما، فكيدق هذا الباب وكيتسد في وجهه كيدق باب اخر، ولكن خاصو يكون عنده اليقين باللي الله سبحانه وتعالى مخبي له واحد الباب ديالو خصيصا، فملي غيطرقوا اكيد غيتفتح في الوجه ديالو، اكيد يخدم من خلال هذا الباب. فما نكونوش دائما ناس اللي ماشي كنحقدوا على نفوسنا، حتى كنحقدوا على الاخرين. نكونوا دائما ان ايام الفرج كتجي وكتطلع علينا مره، غير الانسان ما خصوش يكون دائما فخور، ما يخصوش يكون انسان اللي ما عندوش الصبر، ما عندوش واحد الذكاء اللي هو موصول بالذات ديالو. يقول دائما باللي لا راه السنه اللي فاتت كنت مثلا خدام في واحد الخدمه ما، ولكن ما توفقتش فيها، لكن هذه السنه خدمت في حاجه اللي هي احسن. دائما نشوفوا ونربطوا دواتنا بالماضي، ماشي بالماضي السلبي بل بالماضي الايجابي. دائما المستقبل ما نحاولوش نفكروا فيه بشكل كبير، لان دائما المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. ما نحاولش انني ننعس وانا كنفكر في غدا اشنو غيكون اشنو غيوقع واش صحيح. انا دائما خاصنا نعطيو الاشياء الجميله باش ليد الغد حتى هو يكون عندنا اشياء جميله. دائما تفاءلوا خيرا تجدوه. فالايام دول حسب عائد القرني من كتاب لا تحزن، هذا الكتاب اللي كيف سبق لي وقلت باللي تبعت منه اكثر من 1,000,000 نسخه، وكل الامه العربيه الا واستفدت من هذا الكتاب واستفدت من النصائح اللي كتجي فيه بشكل كبير. فالانسان دائما كيف قلت خاصو يكون رحيم بذاته باش الله يكون رحيم به. فملي كترحم نفسك وكترحم الناس اللي معك، دائما ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فالانسان مثلا ملي كتصيب واحد الشده، يعني بعد ما كتكون عنده نعمه كيحصل له واحد الياس، واحد القنوط من الخيرات، ولا تقنطوا من رحمه الله. فكيبدا دائما عنده واحد الاهتمام كبير بالمستقبل، وكيفكر واش غيرجع كيف كان ولا لا، واش غيرجع عنده داك الرزق اللي كان عنده او لا، واش من هنا قدام غيكون عنده واحد اليسر، واش غيتزاد عنده هذا العسر او لا. فدائما مع العسر يسرا، ودائما بعد الكرب كيجي الفرج. دائما كل انسان موقن وقنوع باللي قسم له الله، لان القناعه كنز لا يفنى. دائما نحاولوا نفكروا بان الايام دول. علاش هذه القوله؟ علاش الانسان خاصو يدخلها في راسو ويفهمها مزيان؟ لان ملي كنقول دي الايام دول، فهذاك يعني انني اليوم الا كنت في واحد الحال اللي هو مزيان، فانا ما ضامنش غدا نكون في حال نفسه. فربما نكون في واحد الحال اللي هو اسوء، ربما نكون في واحد الحال اللي هو احسن. فدائما دوام الحال من المحال، ودائما نخلي رزقي على الله سبحانه وتعالى، ونحاول انني العمل ديالي نعملوه انا بيقين. فالعمل عباده، ونحاول دائما نكون في العمل ديالي نعملوه بواحد نقاء وبواحد الصفاء. ما نحاولش نعمل عمل فقط لانني خاصني ندوز اليوم ديالي كيف ما كان، لكن نحاول انني ندير العمل ديالي وانا موقن بان هذا العمل الا درته على احسن وجه فهو غيوصل الناس اخرين، ودوك الناس غيشوفوا هذا العمل في احسن وجه، اكيد غيكون واحد التواصل، اكيد غيبقاو مستمرين في نفس النهج. اما الى انا مثلا قلت صافي ندوز النهار ديالي باش ما كان ونعمل العمل ديالي كيف ما كان، فهاد التربيه وهذا السلوك كيتربى فيا انا وكيتغرس في الوليدات ديالي من بعد، وكيتغرس في واحد الجيل اللي هو جاي من بعد، اللي هو جيل كبير ماشي فقط وليدات او لا اسره، فهو كيتغرس في هاد الناس. فدائما نحاولوا دائما نكونوا من الناس اللي كيحبوا يذوقوا النعمه وكيعرفوا باللي كاين الكرب، كيحبوا يذوقوا الرزق وكيعرفوا باللي كاين واحد النقص في الرزق، كيحبوا يكون دائما السعه ويعرفوا راه بعض المرات راه كيكون واحد النقص في هذه السعه. دائما نكونوا ناس اللي راضيين بخير القدر، خيره وشره. دائما نكونوا ناس اللي عارفين باللي دوام الحال من المحال، ناس اللي موقنين بهذا الكلام، ناس اللي ماشي فقط كنقولوا كلاما ولكن كان يكون عندنا واحد اليقين به، واحد الارتباط به، واحد الشده. يعني دائما كنحسوا بالقول ماشي فقط اننا كنعملوا، لان دائما القول سهل والفعل اصعب. فنحاولوا دائما نربطوا كلامنا دائما حسب عائد القرني من كتاب لا تحزن، اننا نحافظوا دائما. وهكذا ملي كان مثلا هكذا ان اصابته نعمه بعد نقمه لا يقولن ذهبت السيئات عني. يعني ملي كتصيب واحد النقمه
مثلا نعمه بعد نقمه، ملي كيكون مثلا في واحد الحال اللي هو ضنك، واحد الحال الرزق ديالو كيمشي والله سبحانه وتعالى كيعوض عليه وكيعطيه واحد الرزق اخر، فكيذهب عنه السيئات. دائما نحسبوها بحال هكا. فالقران يا سبحان الله فيه كل الاسئله وفيه كل الاجوبه اللي كيتسائلها الانسان. دائما علاش حنا دائما نربطوا راسنا بالمستقبل، نقولوا غدا خاصني ندير وخاصني نفعل. صحيح خاصني نعمل وخاصني نفعل وخاصني نحسن من نفسي ومن السلوك ديالي ومن بزاف الاشياء، لكن على الاقل نكون موقن بان رزقي على الله، بان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيفتح لك الابواب، الله سبحانه وتعالى هو هذا الباب فتحوا لك الا وفيه خير لك، هذا الباب سدوا لك الا وفيه خير لك. دائما نكونوا مقنعين، يعني نكونوا قنوعين، نكونوا يعني قانعين بهذه الاشياء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، ونكونوا دائما من الناس اللي كتامن بان فعلا الايام دول حسب عائد القرن من كتاب لا تحزن. اذا هذا كان كلامي اليوم، فقره فن الحياه من منتدى المغربيه. اكيد باقي نواصل معكم ودائما في شاد الاسره، وغنمشيو لفقرتنا المواليه صحتي فرحتي مع الدكتور محمد حسين اخصائي في التغذيه، وغنشوفوا اشنو هي الطرق المثلى لتناول الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على الطرق المثلى لتناول الشاي، وحتى نتمكنوا من اننا نستخلصوا من ذاك الشاي جميع المكونات المفيده الموجوده فيه. ينصح انه تم العمليه ديال تنقيع ديال الشاي في الماء الساخن، هذا احسن وسيله واحسن طريقه لشرب الشاي. اما العادات اللي عرفوها المغاربه ديالنا هو اننا كنطيبوا الشاي مده ديال 5 حتى 7 ديال الدقائق، فالافضل انه ينقع عوض انه يتحضر بطريقه العاديه ديالنا. وينصح كذلك باستخدام ملعقه صغيره لكل كوب من الشاي. واكتشف الباحثون على ان الكافيين الموجوده في الشاي كتسيل من بعد دقيقه او الدقيقه الاولى من النقع ديال الشاي، وهذا مذكور طبيعه الحال في الكتاب ديال جدد شبابك للبروفيسور محمد عبد الباسط السيد. ولكن ما يتشربش الشاي نورمالمون المغلي، حيث ان ذلك يمكن انه يؤدي الى تعريض الانسان للاصابه بسرطان المريء، وهذا كذلك ما جاء على لسان او كتاب جدد شبابك للبروفيسور عبد الباسط محمد السيد. لان الشاي كيقول المغلي والساخن يمكن انه يؤدي الى حرق البطانه ديال المريء، وكيتسبب بعد ذلك في حدوث حروق وجروح اللي يمكن انها تحول الى بؤر سرطانيه فيما بعد. وهكذا اوضحت الابحاث اذا انه يفضل دائما تناول الشاي من خلال النقع ديالو في الماء الساخن عوض الغلي ديالو في الماء الساخن. او كذلك اكتشف الباحثون ان تناول الشاي الاخضر مع الوجبات في الصين وفي اليابان هو السبب الرئيسي لانخفاض معدل الاصابه بالسرطان في هذه البلاد، حيث انه كيساعد على القضاء على المركبات اللي ممكن انها تكون السبب في ظهور سرطان، واللي ممكن انها يكتسبها الجسم من بعض الاطعمه اللي كياكلها خلال الوجبات الغذائيه ديالو. من منتدى المغربيه. دائما متواصلين معكم، ودائما كنجدد الترحاب بكل من التحق بنا اللحظه، ودائما مع شادة الاسره وشيوات الحادقين، شيوات الجديده ومجربه دائما مع المستمعين ديالنا عبر الرقم 0522 36 10 36. اذا نزولا عند رغبه الكثير من المستمعات، فغنعطيكم طريقات ديال البكبوكه الوجديه على الطريقه ديال المنيه او العامه ديال المنيه. فكيف قلنا فهي طريقه اللي هي زوينه ولذيذه هاد البكبوكه، وكتعطي كتجي معسله هذه على الطريقه ديال الهدى. فاشنو كنحتاجوا الكبده، شويه ديال الكبده، شويه ديال القلب، شويه ديال الكلوه، شويه ديال الطرفه ديال اللحم اللي كنقطعهم دائما قطع صغيره. الروز الا كان الروز اللي كيكون مهرس فاحنا كنحاولوا نسلقوه، اما الروز اللي كتكون الحبه ديالو طويله فاحنا لا الروز اللي كيكون شويه مهرس او لا قصير فاحنا ما كنحاولوا ما نسلقوش، اما الروز اللي كيكون الحبه ديالو طويله فاحنا كنسلقوه. كنحتاجوا كذلك شويه ديال الريه اللي كنقطعوها قطع صغيره وكنسلقوها، مطيشه اللي كتكون مقطعه قطع رقيقه بزاف. من بعد فاحنا كنحتاجوا الدواره اللي مونيا قالت لك انها كتسلخها مزيان. كاين الناس اللي ما كيحبوا ما كيسلخوهاش كتبيض، لكن كيخليوها شويه قبطه في راسها، فكنقطعوها قطع صغيره على حسب البكبوكات اللي بغينا او الحجم ديالهم. غنحتاجوا كذلك الحمص مفسخ، غنحتاجوا التوابل فهي سكنجبير، تحميره، كذلك الثومه، شويه ديال الزعفران، شويه ديال الكمون، القزبور والمعدنوس، وكذلك مطيشه او جوج ديال المطيشات.
اللي معلقه من حك ديال المطيشه وشويه ديال الزيت وعاد كنشدوا هاد العناصر كلها كنخلطوها مزيان ثم كناخذوا ديك الدواره وكنعمروها بالخليط ديال هاد المقادير هذه اللي هي كيف قلنا القلب، الريه، الروز، وكذلك اللحم، وكذلك الريه. كنشدوهم وكنعمروا بهم البكبوكات ديالنا وكنخيطوا على الحسب، يعني كنخيطوها مزيان وكنحطوهم جانبا. كناخذوا واحد الكوكوط اللي كنعملوا فيها بصله مشلضه، مطيشه اولا جوج ديال المطيشات. الا كانت مطيشه كبيره كناخذ وحده، الا كانت صغيره فاحنا كناخذوا جوج اللي كنحكوهم حتى هما وكنضيفوا عليهم التوابل ديالنا. من بعد كنضيفوا عليهم نص كاس ديال الزيت وكنخليهم وكنحطوا فيهم هاد البكبوكات وكنخليهم كيتقلاو شويه ديال الوقت. ملي كيتقلاو فاحنا كناخذوا الماء وكنرويو هاد البكبوكات ديالنا وكنخليهم كيطيبوا على عافيه اللي كتكون مهيله. كنخليهم يطيبوا حتى كنحسوا بالطيب ديالهم. كنحاولوا نتقبوا بالكيردون، علاش؟ باش قلنا الا تنفخوا فهما كيقدروا يتفرقعوا، فكنحاولوا اننا نتقبوا باش هكا كيدخلهم الطياب وفي نفس الوقت كيطيبوا لنا بشكل ممتاز. كنخليهم كيتقلاو مزيان ثم كنرويو، كنحاولوا نفوتوا الحد ديال البكبوكات، يعني كنخليهم يفوتوا وكنخليوهم كيطيبوا على عافيه اللي كتكون مهيله. من بعد الا بغينا نخليوها باش تعسل لينا اولا تجينا ديك لاصوص خاتره، فاحنا كنعريو على الكوكوط شويه وكنخليوها يعني كتبخر وكتعسل وكنقدموها بالصحه والراحه. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال البكبوكه على الطريقه ديال منيا من وجده. وكيف كنعرفوا ان المناطق الشرقيه معروفين بهذه الاكلات. كذلك غناخذوا الكيك ديال امينه، الكيك ذو الفوائد 3، فقالت 4 ديال البيضات، كاس ديال خيزو محكوك، كاس ديال سنيده، كاس ديال الليمون، 2 ديال الخمارات، 4 ديال المعالق ديال الزبيب اللي كيكون مجمد ومطحون على الطريقه ديال هدى، 4 ديال معلق ديال الزيت، 4 ديال الزبده، كاس ديال اللوز اللي كيكون مطحون، معلقه ديال الكونفيتور، وكذلك الدقيق حسب الخليط. فاحنا هاد المسائل كلها كنشدوها وكنخلطوها مزيان، لكن نحاولوا دائما ملي كنضيفوا المواد ديالنا الاخرى اللي هي سواء اللوز سواء الزبيب دائما كنحاولوا نخلطوا من تحت. وقالت راه العجينه كتجي شويه ثقيله، لكن راه من بعد راه كتخفف. من بعد كنديروها في المول ديالنا اللي كيكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق وكندخلوها الفران، واكيد فاحنا كناكلوها بالصحه والراحه. اذا كانوا هذو الوصفات اللي طلبتوهم من خلال اللي قدموهم لنا مستمعات وفيات البارح، فاليوم عبدنا درجناهم باش تعمل فائده وكذلك تجربوا ويجربوا الحادقين والحادقات، علاش لا. ناخذوا فاطمه. صباح الخير. فاطمه من تطوان. لا طنطان. يلا هيد. صباح الخير. وي فاطمه صباح الخير. صباح الخير اختي. كي دايرين لاباس؟ لاباس ربي يخليك. بخير. اختي كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. نعم تفضلي فاطمه. نطلب من اخت هدى اختي الا كاين شي طريقه سمحي لي مرتبكه شويه. لا ماشي مشكل، شوفي بحال كتهضري مع الاخت ديالك عادي، طلبي اللي بغيتي تجي هدى نقولها ليها. بغيت نطلب على داك المادلين اللي كيجي على شكل بيضه. مادلين على شكل بيضه. وإلا كاينه شي طريقه ديال التجميد ديال البرتقال ديال العصير في المجمد الله يعطيك الصحه. نجمدوا البرتقال. ديال العصير. شكرا اختي. ديال العصير. شكرا اختي. العفو فاطمه. ناخذوا فاطمه من فاس. فاطمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف راك جميله؟ لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك. وانت لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك الحمد لله. نعم شنو الطلب ديالك ولا غتعطينا شي شهيوه؟ عافاك بغيت الكيكه ديال الماء. الكيكه ديال الماء. وشي عصائر دابا الحال سخن وشي عصائر. عصائر نعم. واش في بالك شي عصير معين ولا اي نوع بغيتي هدى تعطيه لك؟ ديال الحامض او الليمون. الحامض او الليمون. شكرا الله يجازيك بخير. العفو فاطمه. فاكيد هدى ملي غتوصل ان شاء الله وكنقول لها طريق السلامه غنعطيوها هاد الاقتراحات ديالكم، واكيد غتسجلوها معنا لان هدى دائما كتعطينا وصفات اللي هي مجربه والجديده. غنتوقفوا مع فاصل اشاري ثم غنلتقيو مع هدى ان شاء الله. من منتدى المغربية. كنجد ترحب دائما بكل من انضم لنا اللحظه ودائما مع شهد الاسره وشهيوات مجربه ولذيذه ومجربه مع هدى اليداري. هدى على السلامه. الله يسلمك الزين ديالي.
بلاتي الغوطار. شحال ديال الوقت حبيبي؟ شحال ديال الوقت؟ 5 دقائق. لا 5 دقائق عرفتي شنو 5 دقائق راه كيديروا فيها الناس وصفه. لا الواعره زعما ما شاء الله عليك، عطيتي الوصفات عرفتي كنسمع فيك كنقول حادقه مجهده، وراه هادو الوصفات ديال الناس. لا يخدم علينا. لا رائعه. انا سمعت الطريقه ديال البكبوكه هذه عطاتها النمونيه. فوالا تبارك الله عليها لاله منيه ما شاء الله عليها. عجبتني الطريقه ديال البكبوكه الوجديه. وشتيها فاش البارح قالتها واليوم انا عاودتها، لان قالت لك خاصه نعريو شويه على الكوكوط باش انها تعسل. الطريقه ديال الهدى تجي معلكه هذا هو اللفظ الفعل معلكه. فانا قيدت لك بعض الطلبات البارح ياك كنعسر. لا اليوم البارح سمعت كاين بغاو محتاجين اون تارت بالليمون. انا ما سمعتش بالضبط كل شيء. مع كان عندي الدرس ويعني في ديك الاستراحه ديال ديك 10 دقائق الفران هكا، الا كان عندي الفران فكان عندي الدرس البارح في الرباط. الا كانت عندي هكا شي استراحه ولا شي حاجه هكا ديال الوقت هذه كنمشي نسمع. وهي بالحق جات عندي الاخت ميلودة قالت لي ودر عندك واحد الطلب في الشهاده ديال اون تارت بالحامض ولا بالليمون. عطيتها في بلاصتك ياك المجهده باش عطيتهم فيها. لا انا اسهل حاجه فهمتي ديك البات بريزي هي كنت تصيب بها تحت صغيورين. ولكن قلت لهم ديروا لا كريم باتيسير وتنسموها بالحامض. ياك مجهده ما زويناش والله، لا كتجي زوينه واش شتيش. ولكن انا باش قلت لهم هذه ديالي، ولكن غدا ان شاء الله هدى تعطيك شي حاجه زعما. ياك زعما لا حيت هذه ليلى من تطوان كانت بغات غير شي حاجه اللي تصيبها في الكوزينه في ديك العشيه، ما كانت لاقيه ما دير، بغات شي حاجه ديرها ما شاء الله عليها. فاحنا عتقنا الموقف فقط لا غير. ما نبقاش نعاونك. صافي لا لا ابدا ابدا نبقاش نعاونك. ناخذوا مريم من اكادير. مريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي جميله؟ لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك. كي دايره هدى؟ الله يطول لي عمرك حبيبتي. الحمد لله. عافاك بغيت غير نطلب هدى باش تعطينا داك لو كيش اللي كانت دارت واحد المره ما عملتوش في الفيسبوك. بغيت غير المقادير ديالو. اختي هدى كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك حبيبتي، الله يحفظك لي ويجزيك. كنشكرك بزاف على لي غوسيت اللي كديري. ربي يخليك. شكرا حبيبتي. يلا درت هذيك كي كتسميتها درتي اخر مره خرجت غزاله. صحتك لاله الله يطول لي عمرك. تبارك الله عليك على جميع الغوسيت اللي كديري، وكنشكركم بزاف على الاذاعه وعلى ولينا حدكين بزاف بلي غوسيت ديالك. هادشي اللي بغينا دائما يا ربي. وشكرا عافاك ما تنسايش ليا الكيش عافاك. واخا لا على الراس والعين. شكرا ناخذوا سعيده من مراكش. سعيده اختي جميله. اهلا بك سعيده. كيف راكي؟ التحيه لك والتحيه لاخت هدى. اجمل تحيه لك سعيده. اخت هدى بغيت نطلبك طليبه حبيبتي. امري. بغيتك تعطيني الدجاجه سميتو بالفواكه بحال اللوز والكركاع معمره. معمره وبيتها اليوم. جايين عندي الناس في العشيه وبيتها اليوم. صافي لاله مرحبا. غديري وحده ولا ديري جوج؟ غندير غير وحده حيت لا غير جوج فهمتي ما جاش غير جوج الناس. واخا لاله على الراس والعين. وشي حاجه اللي انا فقناها بحال شي صلاده ولا شي حاجه دخلت دروك الفيس وما لقيتش. دروك انت انا كاينه الفيس ولكن ما لقيتش. واخا لاله. صافي اختي هدى الله يحفظك. مرحبا لاله على الراس والعين. يلا شكرا. الله يحفظك لاله. العفو. بلاتي بالنسبه للدجاجه بالفواكه الجافه فانا حطيتها في فيسبوك ديال المستمعه. حطيت ديال المستمعه ماشي تاعتك، ماشي ديال هدى، ماشي بطريقه هدى، يعني باش نكونوا واضحين. المستمعه كانت عطاتني دجاج بالفواكه معمره بالتمر على ما كنظن التمر وباللوز، فانا كتبتها فعلا وزينب مشكوره عملتها في فيسبوك. ولكن حنا غناخذوا الطريقه ديال هدى بطبيعه الحال. ناخذوا ليلى من الدار البيضاء. ليلى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك بغيت نهضر مع هدى. تفضلي حبيبتي. لاله. الو لاله. وي الله يخليك. عندي واحد الطلب. مرحبا. انا مازال جديده في الطياب، يلا بديت كنطيب وداكشي. بغيت نسولك عافاك باش المريقه ديال اللحم بالخضره تجيني بنينه، حيت كنديرها وما عرفتش كتجيني ديما خاصه فيها شي حاجه ما عرفتش شنو هي. مرحبا. واخا بصح ماشي في طاجين، في كوكوط. واخا لاله. ميرسي بوكو. العفو. ناخذوا راديا. الو سي راديا من اسبانيا. مرحبا بك. راديو من اسبانيا. تفضلي راديا. الله يخليك. بغيت هدى تعطيني غير بساطات خفيفه نبقى نديهم معايا الخدمه، ومشكله ما عنديش فين نسخن في الخدمه يكونوا باردين.
اذا طلبك سجلناه، واكيد تعطيك هدى وصفات لي خفيفه وبلا تسخن. ما غنسخنوش هدى، فكل شيء كيقلب على الاشياء السهله، فاحنا كذلك نقلبوا على الاشياء السهله وغنجاوبوا كل المستمعات والمستمعين، لكن بعد الفصل الاشهاري من منتدى المغربية. اذا هدى، فاحنا غنمشيو نجاوبوا ليلاتي الحاجات. فنبداو بمستمعه فاطمه من طنطان، قالت بغات الطريقه ديال المادلين اللي يجي على شكل بيضه. فهو اصلا كيجي شكله بيضاوي المادلين نورمالمون. اذا المادلين اللي على شكل بيضاوي، فبالتالي هي بغات ديك لي كابكيك لي صغار اللي كيكونوا بهادي، فباش يجيوها خفاف كيكونوا بالزبده، كيخدموا بالزبده. فنعطيوها واحد المقادير، طريقه ديال التحضير ديالهم، تجربهم وتشوف واش هي الشكل اللي هي باغا ولا لا ماشي هو. باش الا ما كانش هو تعاود تصل اولا تصيفط SMS تقول بان جربات ما عجباش داك الشكل، نعطيوها شكل اخر. فنعطيوها هادو اللي كيكونوا خفاف، كيصبروا مده طويله في الثلاجه، يعني ممكن يبقاو عندك حتى 10 ايام في الثلاجه في واحد العلبه اللي تسدي عليهم وتخليهم. غادي ناخذوا ما فيهمش بزاف المقادير، غادي ناخذوا 4 البيضات، غادي ناخذوا كاس ديال الزبده مذابه، غادي ناخذوا 3 كيسان ديال الدقيق، غادي ناخذوا نص كاس ديال عصير البرتقال، ديال عصير الليمون ولا البرتقال. ما بغاتش بعصير البرتقال ممكن دير الحليب، ضيف الحليب. 3 الخمارات، فاني، بودر فاني، يعني الا درت الحليب كدير بودر فاني. درت الليمون فقط كتكتفي بنكهه الليمون. فهي لها حريه الاختيار. معلقه صغيره ديال الخل اللي كنقولوا دائما بوغ لي كيك، يعني بالنسبه لي كيك كتوضع كاسونس ديال سنيده. هذا هو المقادير. فتاخذ البيض تربهم هو السنيده مزيان، معاهم الخل، معاهم معلقه الماء معذره، انا هذه اللي كنقول دائما خصنا ديك المعلقه ديال الماء نضيفوها. كنطربوا مزيان داك البيض والسنيده والخل حتى يتطربوا تيكيرجعوا كريمه. كنضيفوا عليهم الزبده مذابه مع التطريب، يعني وحنا كنطربوا حنا كنضيفوا ديك الزبده اللي مذوبه، كنضيفوا عليهم عصير الليمون او عصير البرتقال. وكنبقاو كنطربوا مزيان. ابخي كنضيفوا معلقه اللي قلنا ديال الكونفيتير. انا ما عندي ما نقولش كونفيتير، مي لا بغيتي تضيفيه يعني ماشي بالضروره. فكنقول غير ديك التعليكه كنضيفوا ديك المعلقه الكونفيتير ولا معلقه صغيره الجليكوز حسب الاختيار. ملي كيطرب مزيان كنكونوا غربلنا الدقيق، الطحين كيكون 3 كيسان غربلناهم مع الخميره، 3 الخمارات، وكنضيفوهم حنا كنطربوا، يعني بالطرب اليدوي اولا بالطرب الكهربائي حسب الاختيار. فملي كيطربوا مزيان كناخذوا ديك الكويرطاس ديال الحلوه كنديروهم في ليمول، اولا اللي عندها ديك لاباراي اللي كتصوب لي كيك، او الا عندها غير لاطا ديال الكيك دير فيهم كويرطاس وتوضعهم. فبالتالي كاين اللي بغات يعطيوها شكل الشكلات كتضيف عليهم 1-2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو على المقادير. كتضيف ديك 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو باش كتاخذهم اون شوكولا، اولا كتقدر بحال دابا هاد الكميه راه كتحضر ليها واحد 16 كيكه صغيره. هاد المقادير تاعنا كتحضر 16 كيكه. فبالتالي دير واحد الحاجه اللي هي زوينه، دير النص تعمر ديك 8 هي بخيت تزيد 2 معالق ديال بودره الكاكاو على ديك الخليط اللي بقى وتضيفهم مزيان. ممتاز. باش يجيوها بداكيك بالشوكولا وداكيك عاديين. بلاتي عندها 16، اذا درت نص مقدار، اذا غنضيف غير معلقه واحده ديال بودره الكاكاو. نعم. غتجيها غير يجيها اللون هو هذاك، وغتجي فعلا تنوع منوعه. عندها النكهه ديال الشوكولاته، كتقدر دير النكهه ديال الشوكولاته باش تدي المذاق ديال الشوكولاته صافي. وكديرهم يطيبوا فران بارد. ما تعمرش على الاشاره واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، ما توضعش يعني غير 3/4 ديال ديك الكويرطات حيت غيتنفخوا لها بزاف. داكوغ. فبالتالي ما تحاول تفوت غير نص بشويه باش يجيو هذاك الشكل الفوقاني بيضاوي، يعني كيتنفخوا. انا فهمت شنو بغات. ما بغاتش دوك اللي يجيوها قدهم قد الكواغط. بغات يجيو شويه مدورين من الفوق منفوخين. وي بغات يجيو شويه منفوخين بحال الشكل اللي كتشري من الزنقه. هذا الشكل كوني على يقين بانه ان شاء الله يا ربي غادي يجيك بحال هذوك اللي كتاخذي من الزنقه اللي كتشري وليداتك. بالتالي جربي بحال اللي قلت، يا ربي يعجبوها
وتصل بينا ولا تصيفط اس ام اس قلنا واش تقولها ولا لا بصحه وراحه. نعم. وعندها طلب اخر بغات كيفاش تكونجلي البرتقال ديال العصير الليمون ديال العصير. الليمون ديال العصير كيف ما كان نوع الليمون باي طريقه يعني غادي تحتفظ به كتحتفظي به هكا كتغسل كيتمسح كيدار في مجمد. انا عندي شكل اخر الا هما بغاتو انا كنكونسونطري سيتادير ارجعي صغير ورجعي ديري في الماء يتنفخ ثاني يرجع كثير. زوينه هادي بلاتي غنتقاد شفتك تقادي جميله بلاتي. واش كتقشريه ولا شنو؟ لا ماشي كنقشرو شنو كنكونسونطري يعني كنرجع صغير كنرجع حجم خليل وبالتالي كتشوف فيا. لا بغيت نفهم حتى هذه كاينه في رسوم متحركه يعني ترجعوا كيديروه في الماء. لا صاحبتي كاينين جميله دابا يلا وريني. كاين دابا ديك لي كلينكس اللي كيكونوا صغيورين ديروا في الماء كيتنفخوا. وانا داك الشيء اللي درت انا الليمون كتشوف فيا زعما ما تيقاش. لا بلاتي لا ما تيقش لا كلشي نتيقوا البلد الغرائب والعجائب والطبخ فيه يعني بعد عالم لكن نفهم انت كتعرفيني خاصني نفهم. لا تبارك الله عليك هذه القضيه برافو عليك. فبالتالي ما كاينش حاجه باش نقول لك ندير لك لي سسبانس شويه. لا غتدابا يا كاين انت بغيتي تعرفي. لا بغات تعرف انا بغيت نعرفوا كثير من المستمعات بغاو يعرفوا كيفاش كنضحك معاك حبيبتي كنضحك معاك باردون كنضحك معاك. فبالتالي غادي نرجع نوريك طريقه سهله. لا نوريك طريقه سهله حبيبتي نصوبوا لك نجيبوا لك على راسي وعيني يا جميله. انا كاع ما كناكل البرتقال نجيب لك الحامض. اهني بالك انا حاجه اللي كتكون حامضه ما كناكلهاش. هذه الحاجه اللي بهذه الطريقه اللي غنعطي راه هي الحامض او الليمون او حتى البومبليموس يعني حسب اختياركم. فغادي ناخذوا كيلو ديال الليمون. تبعوا معايا مزيان الله يعطيكم الصحه. خذوا ورقه وستيلو حبيباتي وكاتبوا. القضيه فيها ورقه وستيلو انا كاع نكتب انا كاع دابا. زعما جميله. بلاتي وبشويه كيلو عدات غتكتب. هيت كضحك واش عدات غتكتب هو الفاشل يا جميله. لا مولفه اللي كنكتب في الورقه باش نطبي ديريكت الورد. لا ديري مول الفاشليه تمجيد نحن هنا. يلا اذا كيلو ديال الليمون. اذا غناخذوا كيلو ديال الليمون غادي تغسل مزيان يعني نحيدوا له ديك الغبره اللي كتكون فيه ديك نقيطات كحلين هذه علاش بغا نغسلوه لان محتاجين القشره ديالو. فبالتالي غادي ناخذوا الحكاكه الرقيقه غادي نغسل مزيان ثم حبيبتي ونشفوه. خليه غير نشف الشبكه ديالو. خدي حكاكه رقيقه حكي القشره ديالو بلا ما توصلي عند البيض يعني حكي داك. شكرا زينب على القهوه. فبالتالي غادي تاخذ ديك القشره غتحك في الحكاكه. هذا تكون رقيقه ولا يكون طويل بشكل طويل؟ لا حكاكه رقيقه داك اللي كتخرجنا حبيبات صغيورين. داكوغ. فمني غيتحك غادي ناخذوا داك الكميه. انا قلت لكم ما نوصلوش لعند البيض نحاولوا من نحكوا غير ديك القشره الفوقانيه باش ما يجيناش المروره. نحكوا غير القشره الفوقانيه. يعطيك السر. فمن بعد غادي نقطعوا داك الليمون اللي كامل حكيناه كنقطعوه وكنعصروه. كتقطع على جوج وكيتعصر. بلاتي احنا حكينا القشره الفوقانيه نرجعوا نعصروه ثم كنعصروا الباقي. نعصروه مزيان بلا ما نضيفوا لا ما لا والو يعني يتعصر بوحدو. لكل كيلو ديال الليمون حكينا القشره ديالو خدينا العصير ديالو. خذوا غير الليمون اللي عنده قشره خفيفه اللي غادي يكون فيه الماء كثير الليمون اللي خاص بالتعصير. كل كيلو ديال الليمون كنديروا له كيلو ديال سنيده. كنضيفوا له كيلو ديال سنيده في واحد الاناء ولا في واحد البواطه في علبه. كيلو ديال سنيده بكيلو ديال الليمون بقشرته بعصير ديالو في واحد البواط. وكنضيفوا داك كيلو ديال السنيده وكنحركو مزيان كنغطيو بديك العلبه وكنخليوها في الثلاجه مده ديال ساعتين. كيلو ديال الليمون بالقشره ديالو بالسنيده والعصير. كناخذوا داك السنيده كنبقاو ساعه كنحركوها يعني نديروها ساعتين. كنعملوا في علبه ولا في بانيو ولا في شي هذيك شي بواط ولا اللي عندك بقي ساعه تحركيه. يعني باش علاش بغينا نحركوه باش تذوب ديك السنيده. فبالتالي وضعيه في الثلاجه ساعه يبدا يتحرك ساعه يتحرك حتى تولي عندك على شكل سيرو. داكوغ كيولي عندنا شكل سيرو يعني ثقيل. علاش ديك السنيده كتذوب. فبالتالي الا خليتيها غير هكذاك
ما غدوبلكش غتحط في القاع. ساعه بحال اللي قلت لك حليتي الثلاجه حركي، تخلي واحد المغرفه العود في وسط ديك العلبه، ومنين تحلي الثلاجه حركيها. ما ملي دوز ديك ساعتين كنلقاه داب، ديك السيده دابت مزيان. ما دابتش كناخذ باتور كنحاول نطحنها باش تذوب لي ديك السيده مزيان، لان بغيت يكون عندي ان سيرو. هو كل ما حركتيه كل ما داب ديك السيده ولا السيرو. فبالتالي ملي كيولي عندي داك السيرو كنجيب كنصفيه من ديك القشره صفايه رقيقه. الا ما عنديش ديك الصفايه الرقيقه بزاف ناخذ زبد الحياتي اللي كنصوب به الجبن، زبد ديال الحياتي اللي كيكون عندنا خاص في البيت ديال المنزل. فكنديرو فوق شي علبه كنصفي هذه كنعسر مزيان ديك القشره. فبالتالي كيولي كتلاحظي بان السيرو ولا عندك سيرو. فبالتالي الا ما دابش في ساعتين ممكن تخلي 3 ساعات، المهم ما يديباسيش 3 ساعات. فخصك ساعه حركي تذوب ديك الثانيه حتى كيولي سيرو. كيولي ثقيل داك ملي كتهزي كيبان لك ولا ثقيل. فبالتالي كناخذو كنديرو في قنينات ديال الزاج ولا ديال البلاستيك، ولا ديريه في ليمون ديال الكلاص اللي عندك كثار، ديريه في هذوك ليمون ديال الكلاص وتثلجيه. او احسن حاجه هو يدير في قراعي صغار ديال الماء ديال البلاستيك. نعم يتغسلوا مزيان، نجيبوا القراعي اللي كنشربوا فيهم الماء موين ولا صغار، وكنعمروهم بداك السيرو وكنوضعوه في المجمد. ما كي نعم كملي كنحطوه. فبالتالي كناخذو كيولي سيرو بزاف كونسونطري، وكنديروه في واحد القرعه وكنديرو في المجمده. ما كيجمدش، كيبقى هكاك سائل. ما كيجمدش يعني، لان كيولي عندك انسيغو. هو نفس الطريقه كتوضعوها للحامض. ملي كتحتاجي العصير ديال الليمون كتجبدي منه واحد نص كاس. كتوضعيه نص كاس حتى الكاس لاروب ديال داك الكونسونطري داك السيرو، وكتوضعيه كتضيفي له يطرو ديال الماء. ملي بغينا نصيبو من هذا السيرو عصير، هو هذا كتاخدي نص كاس حتى الكاس لاروب منه. الا بغينا ناخذو عصير، بغينا نعملو عصير، كناخذو من يعني من نص كاس حتى الكاس لاروب. كناخذو من السيرو نص كاس الكاس لاروب على حسب الحلاوه اللي حنا باغيين. كنضيفوا له الماء بارد، ماء بارد جدا صافي، وكنحرك كيولي عندي عصير البرتقال. كأنني يلاه حضرتو ديك الساعه. او عصير الحامض، بالخصوص الحامض كيجي لذيذ. كنعملوا فيه هيك. الا بغينا ناخذوا عصير كنعملوا نص كاس ديال السيرو حتى الكاس الربع ديال السيرو، وكنضيفوا لهم شحال ديال الماء، يترو ديال الماء، وكنضيفوا كتحركي حتى الا جا عندك الضياف على غفله سيغ بلاص. يعني عندك 2 دقائق كتحركي وكتحطيه. تصدقوني والله كيجي لذيذ بزاف. يعني جربوا نتوما غير كيلو. انا كنقول الناس اللي يجربوه زعما اللي هذا راه كيديروا حتى ل 10 كيلو حتى ل 20 كيلو. كيقول لك اودي كيبقى كيهنينا في الصيف. نعم صراحه ممتاز. انا كتبت معك شتي دابا ولا وكان صغيور وغيولي عندك يطرو ديال العصير. شتي هو ولا عندك كونسونطري ولا عندك شويه كيعطيك يطرو ديال العصير. فبالتالي حتى في رمضان كيجينا لذيذ. حتى ملي كيكون الوقت ديال الليمون غالي وهذه فممكن نحضروه طبيعي في البيت، يعني ما فيه لا هذه لا هذيك. اذا مشكوره هدى على هذه الطريقه، فهي طريقه جميله وكيف قلنا كتعطينا حتى عصير ممتاز. وهنا راه جاوبتي على 2 ديال المستمعات. فاطمه كانت من طنطان، وكذلك فاطمه من الدار البيضاء. اكيد غنوصلوا لكن بعد الفاصل الاشهاري من منتدى المغربيه. اكيد باقي مواصلين مع الحادقين والحادقات، ودائما في شهاده الاسره. اعطينا جاوبنا فاطمه، عطيناها طريقه ديال مادلين، وكذلك كانت بغات تجميد ديال البرتقال، فاحنا عطيناها طريقه اللي هي جميله تستافد منها على 2 الحوايج. انها تاخذها كمجمد تجمد تحتفظ بالبرتقال ديالها، وفي نفس الوقت تعملوا عصير في الوقت. وكذلك جاوبنا على فاطمه من دار البيضاء اللي كانت بغات عصائر، ولكن حدات انها بغات عصير ديال الحامض اولا ديال الليمون، لان في الفصل ديال الربيع اولا مقربه من فصل ديال الصيف بغات شي حاجه اللي دائما كنتبردوا بها، فجاوبتيها طيب بيان. كذلك بغات الكيك ديال الماء. انا خصني نعطي قلمزي، ولكن ملي جيتي لا عطيتي. لا غير عطينا ودبروا راسك. قالوا لي جميله كتصرح الكيك ديال الماء. نسيت كتقولها دائما. سمعت انا نتمنى والله حتى غنقيد معك. يلا بداي. اذا سيداتي يلا بداي والله حتى غنقيد ونجرب اليوم في العشيه. قيده هند كتقيد حتى. انا اش كنعمل في هذا الكيك ديال الماء؟ فكناخذوا عبار واحد، كناخذ ديك زلافه ديال الرابعه ولا واحد الكيسان اللي هما ديال العصير كيكونوا عراض. فكناخذ عطيني زلافه حيت نفس القياس، راه نفس القياس. كناخذوا زلافه ديال الماء، زلافه ديال كاكاو،
محلى بلا ما نقول ماركه. اذا بودره الكاكاو الشكلاط حلو غبره ياك زلافه ديال سنيده، زلافه ديال البيض، لا ماشي ديال البيض، ديال الزيت ديال البيض، 3 ديال البيضات، 2 حتى 3 ديال الخمارات حمرين. بلاتي حدي لي 2 ولا 3 لا على حساب كاين اللي حيت حنا شنو اللي كينفخ الكيك ولا كيطلعها تقريبا هو البيض والخميره. البيض والخميره وي. فانتي بغيتي ديري 3 الخمارات ديري، بغيتي ديري 2 كانوا عندك في الدار غير 2 ديري. انا مع السهله، انا اللي لقيت في الدار لقيت 2 كندير 2، لقيت 3 كندير 3 ياك. دونك اش قلنا كاس زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الماء، زلافه ديال كاكاو غبره حلو، قلنا زلافه ديال شنو اخر ديال السنيده، وقلنا 3 ديال البيضات، 3 اولا 2 ديال الخمارات. نفضل انهم يديروا 2 ديال الخمارات وقبيصه ديال الملح. الطريقه كيفاش الدقيق، انا كندير دائما الدقيق على حسب الخليط ديالي، حيت هي ما كتجيش كيك او العجينه اللي كتكون ثقيله بل كتكون خفيفه شويه. فاش كنعمل انا كناخذ الميكسور وكنعمل فيه كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الماء، زلافه ديال السنيده، وزلافه ديال الكاكاو. كتطحنيهم مزيان، كتضربيهم مزيان ياك. من بعد كتاخدي من هذا الخليط زلافه. وي ياك كتاخدي زلافه وكتحطيها جانبا. انا كنحطها في الثلاجه تبرد على خاطرها. فالخليط اللي بقى ليا كنضيف عليه 3 ديال البيضات وكنضربهم مزيان، ثم كناخذ واحد نكوب الخليط في واحد البانيو وباش كنبدا نخلط بيديا. جي كومبري ياك. كنبدا نضيف عليهم دوك 2 ديال الخمارات اللي كنعاود نغربلهم في صفايه ديال القهوه ولا هذا باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات. وكنبدا الدقيق اللي كنغربلو، لان قد ما كنغربلو الدقيق الا كيخفاف ياك هدى طبيعه الحال. من بعد كنبدا نخلط انا بيديا وكنشوف القياس ديالي واش العجينه ديالي ثقيله او لا خفيفه. ملي كنخلط بيديا ثم كنقدر نخدم بالباتور اليدوي او الكهربائي اللي بغيت، غير هو المهم في الاول كنخدم بيدي. ثم كنجيب المول، انا كناخذ المول اللي فيه عوينه ياك، كندهنو بالزيت وكنرشو بشويه ديال الدقيق هذا نخوي فيه الخليط ديال الكيك وكندخلو للفران اللي كتكون ديجا سخنته قبل. ولكن ملي كنبغي ندخل فيه الكيك فحنا كنقصلو العافيه وكنبقى مقابله، لان هذا الكيك كيطلع كيتنفخ. فملي كطيب كنخرجها وكنحاول ما حدها، كنضرب المول من الجناب باش ما كتلصق ما حتى شي حاجه. كنديرها في شي على شي شبكه، دوك الشباكي ديال الفران، وكنحطها وكنسقيها بداك الزلافه اللي كتحيد. كنسقيها وكتدخليها الثلاجه فهي كتجي من الداخل يعني كريمي زوينه. انا كتعجبني. كتقدري ندهنها بشي كريم ديال الشوكولا، ندهنها الا ما كنتش عامله داك الكيك ديال في المول اللي فيه عوينه، فكنعمل مول هو عادي كتجيني مبسوطه كلها. كنقدر انا ندهنها ونصيب لها طريقه الزواق ديال الملفي. فهذه طريقه انا كتعجبني وصراحه هي اللي كتصدق ليا، الكيكات الاخرين ما كيصدقوش ليا. دونك هذه هي الطريقه ديال جميله اللي خديتها من عند ناس اخرين اللي تا هما صدقات ليهم. فاحنا دائما كناخذوا الكيك اللي كيكون مجرب، لان الكيك ماشي كل واحد كيصدق له، ماشي كل واحد كيتنفخ له، كل واحد عنده لاسيس اللي كيعمل باش انها يتنفخ. فهذه هي الطريقه ديال يهودا. صحيحه شنو عندك انت الاضافه؟ شنو كتعملي؟ لا انا ما كندير طريقه مختلفه كاريمون على هذه. انا هذه ديال السهلات المبتدئه لالا. اعطيني ديال حادقات نمبر 1. لا شوفي، دابا حنا لبينا الطلب ديال السيده اللي بغات كيكه ديال الماء ياك. تجربها فوالا، جربيها فاطمه. انا كوني لايقي اليوم غنجربها. لا الجيده، لان عرفتي كي كتجي من الداخل سيرتو الوليدات معلكه زعما كيف كتقولي ما نقولهاش، ما نقولكيش لا كتجي ممتازه بكل صراحه. يعني انا بيني وبينك حاجه وحده، الله يرحم لك الوالدين المره الجايه تكون كتخدمي عبر ليا الطحين شحال عاد انا ما عنديش مع الطحين حسب الخليط. لا هي نورمال مزلافه. قد المقادير قد الدقيق، غير بعض المرات تقدري تزيدي شويه، بعض المرات تقدري تنقصي شويه على حسب هي نورمال واش يشرب ولا لا. هي زلافه، حيت كاينين انواع كثيره من الطحين. غير حنا ملي كنعاودوا نغربلوه فهو كيعاود يخفف وكيعاود يتخدم لنا في الحلويات وفي الكيك بهذه الطريقه. لا ان شاء الله منين نصيبها شي حد من الحدوده بدون تحديد. لا شوفي انا بعدا اليوم غنصوب، انا نقول لك علاش. لا صوبيها عافاك الله باش تجيبي لي معك. لا حتى لا عليك الله انا نصوب اليوم. علاش حيت انا عندي اليوم الكور اللي غندير اليوم، عندي لي مورفين وعندي لي كيك ولي كاب كيك. فبالتالي عندي الكور اليوم غنبدا من 2 تخافيش. انا نخرج دابا غنمشي نصوب كيكه حتى باش نوريها اليوم، غنصوب لي مورفين ونصوب. المهم قولي مع كيكه راه جميله. دابا كيسمعونا
يعني كمان كلهم كيسمعوا لنا. الكيك ناس صدقات لهم وحتى حنا صدقات لينا. الحمد لله كل المستمعات والمستمعين. آمين يا رب يا رب آمين يا رب دائما يا رب. دونك حنا لبينا الطلب ديال فاطمه أس اثنان. ناخذوا مريم اللي بغات من اكادير بغات الكيش. الطريقه ديالو كنا عطيناها مره وجوج لكن ما فيها باس عاودنا لها بسرعه. بالنسبه للكيش غادي تاخدي العجين لا بات بغيزي اللي كنصوبو غير العجين مرمل. دائما منين بغيو نديرو الطحين بحال دابا درنا رابعه ديال الطحين ياك كنضيفوا فيها معلقه صغيره د المطارد. رابعه ديال الطحين كنضيف فيها انا كنقول باش ما تجيناش ديك شحال ديال المطارد كنضيف معلقه صغيره. لا ماشي معلقه نص كيلو اللي فيه معلقه اذا نص معلقه في رابعه كنضيفوا نص معلقه ديال المطارد. نص معلقه ديال المطارد. كتضيفي فرomage حتى لجوج فرomاجات على حسب اللي عندك متوفر في الدار. ملحه شويه ديال الابزار جوج ديال فرomاج اييه مكعب وحده حتى لجوج حسب الاختيار علاش كنديروا الفرomاج باش نلدوا العجينه ما تجيناش العجينه غير هكذاك دايره ما فيها والو. فوالا غادي نضيفوا فيها 100 غرام حتى 120 غرام ديال الزبده تكون مرخوفه بومات. غادي نضيفوا فيها هذيك اضافه فالناس اللي كانوا سمعوني المره الاولى. اضافه غادي نضيف ليها واحد معلقه ديال زيت الزيتون باش كنسموها غير معلقه واحده يعني هي معلقه واحده كبيره غير باش كتجي ديك النسمه ديالها. الا توفرت على البصله غبره ديرها كتجي حتى هي لذيذه بزاف معاها. دير نص معلقه صغيره صافي وكتعجنها بالاصابع. فبالتالي علاش كنديروا لها هكذا كتعجنيها بالماء ولا بالبيض؟ لا بالماء ما كنديرش فيها البيض الماء فقط. يعني هي غادي تجمعها بعدا ملي غتجمع راه تبقى محتاجه غير شويه ديال الماء محتاجاش واحد الكميه كبيره ديال محتاجه غير واحد شويه ديال الماء. نعم ممتاز. هاي حنا جمعنا لاباط ديالنا نديروها ترتاح بلا ما نديروها في الثلاجه لا والو غنحطها غير تما ترتاح هكذا واحد 10 دقائق ربع ساعه. من بعد كتلبسها في ليمون اولا ديرها في ليمون الكبير ديالها. كتاخذ هذه اللي كتكون يعني لاباغاي اللي كنقولوا حنا لاباغاي هي الحشوه اللي كتكون فكتسمى لاباغاي. غادي ناخذوا زلافه كبيره اولا واحد العلبه صغيره كنعملوها في المول وكنتكوها بالفورشيط. تكوها بالفورشيط واحسن حاجه باش لي كيش يبقى محافظ على الشكل ديال اي طاغط بغينا تبقى محافظه على القياس ديال المول ديالها. فبالتالي كتدخل المجمد ربع ساعه قبل ما ندخلها للفران. كتقبض ديك الزبده فبالتالي ملي كندخلوها للفران كندخلوا لاباط باقي ما سرحناش على لا لبسناها المول كندخلوها المجمد. علاش بارفوا ملي كنطيبوا لي طاغط صغار ولا هاديه جميله كيهبطوا ديك الجوانب ديالهم. نعم بالفعل ياك. فبالتالي كنحاولوا نديروها قد المول ما نديروش لاباط تكون رقيقه بزاف نلبسوها مزيان على المول نثقبوها ندخلوها للمجمد. فمني كنديروها في المجمد واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه يعني من ربع ساعه حتى ثلث ساعه كنديروها في المجمد. لا مني كتبرد كنخرجوها مباشره كتدخل الفران. فبالتالي بيد ما وجدنا ديك لاباغي او الحشوه او ديك العماره اللي غادي نديرو في وسط ليكيش بالتالي كنصوبوها. اسمحي لي يا هدى دابا حنا عملنا لبسنا العجينه المول ديالنا ودخلناها المجمد 10 ديال الدقائق حتى ل 20 وكنخرجوها مباشره. في هذا الوقت حنا كنكون كنصايبوا الحشوه كنعدلوا الحشوه كنعمروها وكندخلوها للفران مباشره حبيبتي. نعم. فبالتالي غادي ناخذ لاباغاي ديالها ولا الحشوه اللي غادي تكون فيها ولا العماره. غادي ناخذ البيض 3 البيضات ونضربهم مزيان. كنضربهم مزيان. كنضيفوا لهم نص كاس ديال الحليب اولا واحد نص كاس ديال القيجه طريه اللي توفر عندك في الدار. الحليب او القيجه طريه او الا ما لقيتيش عندك غير الياغورت بدون سكر ديري 2 معالق كبار 3 المعالق كبار باش تخفيها. 3 البيضات اذا 3 المعالق ديال الياغورت بدون سكر او نص كاس ديال الحليب او نص كاس ديال القيجه طريه لكن حريه 3 الحاجات. فبالتالي غادي نضيفهم عليها. غادي نضيف شويه ديال الربيع مقطع. غادي نضيف شويه ديال الثومه غبره. ربيع شحال؟ شويه غير معلقه كبيره. غادي نضيف شويه ديال الثومه غبره شويه ديال البصله غبره قبصه ديال الكوزه. هنا غادي نتوقفوا شويه عند الكوزه فبالتالي اختياريه يعني بغات لالا ديرها ما بغيتيش انت وراحتك يعني ماشي الزاميه وماشي ضروريه.
ففقط اللي بغى يستعملها اللي ما بغاش ماشي مشكل. نعم. كتبقى فقط اضافه. بالتالي غادي ناخذ الكيش، كان اي حماره غنديروها فيه، الكفته، الطون، الحوت، الكروفيت، اي حاجه ضروري ما تكون عندنا بصله كبيره مشحره تشل رقيقه وتشحر. الاساس ديال الكيش بدون بصله مثلا حنا غنعمروه بالكفته ولو غتعمري، انا كنقول لك الاساس ديالو حنا غنروح على الاساس انه يتعمر غادي ناخذوا بصله كبيره الكفته ياك غتشحر. الاساسيات ديال الكيش باش نسميوه كيش الاساس ديالو هو بصله كبيره تكون مشل رقيقه. الحبذا يا ريت حبيباتي لو تلقاو بصله بيضاء مشل رقيق فوالا، والبواغو او البورو فمن الضروريات حبه ديال البواغو تكون فيه باش نسميوه فغي كيش، يعني كيش بحال اللي كنتناولوه في الزنقه بحال اللي ممكن نشريه من برا. فكندير واحد البواغو، واحد البصله، معلقه ديال الزيت زيتون، ومعلقه ديال زيت المائده ومليحه وشويه البزر، وكنشحر ديك البصله مزيان كنشحرها. هنا كنضيف نخليها تبرد، كنرجعوا عند الحشوات. قلنا بالكفته، الكفته غنديروا لها هذه نشرملوها او نديروا لها القامه ديالها ونشحروها شحرت تفرتت ياك. او غادي تاخذ الكريفيت القمرون حتى هو يتشحر بشويه ديال الزيتون من حول البزار، او غادي ندير الطون غنصفيه من الزيت ديالو، او غندير الصوصيت كنقطعو ونشحرو شويه، او غندير الدجاج غيتقطع ويتشحر. فبالتالي كتكون عندي البصله ضروريه، ما كنشحرش معاها حتى حاجه، كنشحرها هي والبواغو الملحه الابزار هما الاولين. يا بخي كنزيد عليهم انا الحشوه اللي انا حبيت لي خاطري. او ديروا واحد الحاجه اللي هي زوينه عاوتاني، فالعجين اللي بغيتو تحضروا دي كيش صغار فممكن تاخذي ليمون صغار ديال لي كيش تلبسيهم وتحضري الحشوه كامله كيف ما عطينا. انت ما كتخلطيش البصله مع الكفته وهذا؟ لا عرفتيش علاش؟ فوالا انا نقول لك علاش، لان البيض الحليب الياغورت او القشده او هذه، بالتالي بالاشاره رجعوا لاباغي، فرجعوا لاباغي اللي هي الحليب البيض كنرجعوا كنديروا فيه نص خماره ديال الحلوه. بالنسبه للبيض كنرجعوا له كنديروا نص خماره ديال الحلوه. شحال ديال البيض؟ 3 البيضات كنعملوا كنديروا فيهم نص كاس الحليب ولا نص كاس ديال القشطه طريه ولا 3 المعالق كبار ديال الياغورت بدون سكر. كنضيفوا عليهم البصله اللي مشلده هي والبوارون مشحرين. كنضيفوا عليهم 3 الفروماجات، 2-3 القطع ديال الفروماج او لا شويه الفروماج محكوك. بلاتي خليط ديال البيض. البيض كنضيفوا عليه خليط ديال البصله ولا البوارو، كنضيفوا عليه الخليط ديال البوارو، كنضيفوا عليه البصله والبوارو كنضيفوهم بجوج والبورو ثم الخليط ديال الكفته. لا قبل ما نضيف الكفته قلنا عندنا الربيع، معلقه كبيره ديال الربيع كنضيفوها، قلنا شويه ديال البصله غبره الا توفرت عندنا، قلنا الكوزه اختياريه. غادي نرجعوا لحاجه اللي مهمه بزاف 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 بزاف، اللي هي الناس كتقول لك دير لاباط ديال الكيش كطيب ولا باغي لداخل ما كطيبش كتبقى خفيفه، فبالتالي كتقول لك كتاخذ ليا 45 دقيقه 50 دقيقه في الفران ياك. نعم بلاتي هانتي خلينا نمشيو دقه ودقه باش من بعد نعطيو لاستيوس باش ان يطيب لهم كامل. دونك كنخلطوا الخليط ديال البيض، كنضيفوا عليه الخليط ديال البصله والبوارو ثم الربيع والبصله غبره والثومه غبره، من بعد كنضيفوا عليهم الخليط ديال الكفته. قبل ما نضيف الكفته فقلنا الكفته كتبقى اختياريه، يعني حنا درنا دابا مثلا حنا درنا الخليط داكوغ. اذا فقبل كنضيف اما شويه الفرomage محكوك او لا 2-3 الفروماجات مثلث او مربع حسب الاختيار ديالكم يتمعسوا مزيان. فرجعوا لواحد النقطه اللي مهمه اللي هي الكيش باش يجينا خفيف، حيت دائما ملي كيطيب الكيش، انا هذه كانت ملاحظه وكانت اضافه ديالي، فالكيش ملي كيطيب كيجي داك البيض لاصق مدقص شويه من الداخل، فبالتالي لكل 3 البيضات كنضيف نص خماره ديال الحلوه اضافه باش كيتنفخ كيجيني شويه خفيف. لكل 3 البيضات كنزيد نص خماره. كنضيف شحال ديال الخمارات؟ 3 نص خماره صافي تلفتي نص خماره وكندير مجهود كنكتبها صاحبتي ياك. هانتي حنا كل 3 ديال البيضات عملنا لهم نص خماره وكنخلطوا الكل من بعد قارئه الفنجان كنخلطوا الكل وكنخلطوا فوالا كنزيدوا هذيك نص خماره
بالتالي غنرجعوا لواحد النقطه، الناس اللي كيتشكاو بان لاباري ديال الكيش ما كطيبش بسرعه، العجينه كطيب، كنضيفوا واحد نص معلقه صغيره ديال النشا اولا ديال مايزينا، نطربوها مع واحد شويه ديال الحليب ونضيفوها، فهي كتنشف ديك الماء اللي غيطلق لا كريم فريش ولا اللي غيدير الياغورت ولا داك الحليب والبيض، لان سائلين كلهم سائلين. كنضيفوا شحال ديال نص معلقه صغيره حتى المعلقه صغيره ديال المايدينا اولا ديال النشا. نعم. كنطربوها مع داك الخليط، ندوبوها بشويه الحليب بارد ونضيفوها. نعم. فنطربوا كل شيء الخليط. قلت انا حسب اختياركم، بحال قلتي لنفرض دابا بالكفته نشحروا الكفته نضيفوها على الخليط ونديروها، فحد البصله والبيض والحليب او القشطريه او الياغورت والبواغو هادو كيبقى لا باغاي. الحشوات يعني اللي ديال الكفته الكروفيت اللي بغيتو ضيفوا اخر شيء. دونك كنصبوا الكل على البات، على العجينه ديالنا في المول وندخلوها الفران. قلنا راه كنا تاكلنا بالفرشيط وكنصبوا الكل صافي، وكنديروها في الفران مباشره، فهو ما كيتعداش الوقت ديالو، واحد 25 دقيقه 20 دقيقه كيطلقيه صافي تبارك الله. هو هذاك تنفخ شويه حتى الحشوه ديالو ولات منفوخه، ما بقاش ديك الحشوه اللي مدقصه، كتنشف بسرعه. فبالتالي ملي كيخرج كنقدروا بحال اللي قلت انا الفرomage كنحب يديروه لداخل، يحكوا شويه الفرomage في لاباغاي، عوض الفرomاج محكوك اولا مكعبات ديال الفرomage حسب الاختيار، او بجوج اللي بغينا. هذا ومن بعد ملي كاين اللي كيبغي يديرها من الفوق باش كتعطي ديك الحموريه ديال الفرomage، كل واحد بطبيعه الحال هذيك لكم حريه الاختيار حبيباتي. فبالتالي الكيش كيجي جديد هو بالنسبه للعشاء بزاف. اللومول انا كنقول دائما ديك اللومول اللي كيكون القاع المتحرك ديالو باش كيتهز بسرعه، فبالتالي الناس اللي ما لقاوهاش ديروا غير لاطا عاديه. لاطا عاديه هو ملي كينشف، لان كيطيب وكينشف حتى فوق منه شي غطايتي شي طنجره وقلبيه، حيت ما غيطيح ما حتى شي حاجه، لان الحشو كله كيكون جامد. كيقول لك بزاف الناس كيقولوا لي لا خصنا ديك القاع المتحرك ديال لاطا وخصنا هذه. انا كنقول شوفي دهني اللاطا بالزبده ودرشي لها الطحين وحطي الكيش ديالك كيطيب، ومنين حتى الناس اللي خارج المدينه حتى اللي في العروبيه، شوفوا ديك الفره اللي عندكم ديال الطين ديال التراب، طيبوا فيه راه كيجي لذيذ فيه الكيش. والله الا درت فيه البيتزا انا واحد المره في العربيه ولذيذ، تجي مجمره بداك الريحه بعدا ديال الطين تجي لذيذه. عرفتي شكون اللي خاض قالت لي واحد السيده في واحد العربيه، قالت لي هدى الا حطيناك في العربيه ترجعها المدينه. قالت لي العربيه والبيتزا لا ولكن صدقوني والله يجي لذيذ زعما. حتى الناس اللي خارج دربيزه تحيه كبيره كنقول لهم سعداتكم. العالم القروي الناس اللي عايشين في العربيه كيسمعونا من منبر شدا اف ام كنقول لهم سعداتكم والله سعداتكم ما شاء الله عليكم. اذا فللاشاره فقط حبيبتي انا كتبت الكيش. اييه ما شاء الله. اذا زين ان شاء الله هي اللي غتنزلوا المستمعات في الباج فيسبوك باش مريم تقيد الكيش على خاطرها، وكذلك عطيتهم حتى الطريقه ديال العصير ديال الليمون والبرتقال حتى هي كتبتها. فانا الواجب ديالي درتو دابا ما شاء الله. باقي كيتسالوني الطون المعلب، فللاسف انا غير نسيت الورق هنا ما ديتهمش معايا للدار، فاكيد غنكتبهم. انت كتبتي الوصفات اللي كنت لا كتبتهم بخارج ما لحتهمش ما حطيتهمش في فيسبوك، لا كتبيهم لا ونزلوهم في الفيسبوك باش المستمعات ياخذوا. هي الله يحسن العون. فالناس حنا عادريننا وكيف حنا عادرين، ولكن مره على مره نعملوا وصفه. كل مره شوفوا انا كنقول راه بزاف كتجي ديال الطلبات حبيباتي، راه حتى وحده ما كنساها، راه حتى وحده، ولكن والله العظيم راه الوقت اللي كيكون عندنا محدود، فبالتالي غادي نحاولوا نرضيو كل واحد كل طلب غادي نحاول نضيفوه في كل حلقه ان شاء الله يا ربي. رجعوا الطلب اللي عند سعيده. سعيده اللي بغات الدجاج بالفواكه الجافه. انا ديجا قريت عليك الدجاج اللي كان عندي، لان كانت عطاتو لنا مستمعه كذلك حادقه تبارك الله عليها، عطاتنا الدجاج بالتمر فنزلناه وحطيناه في الفيسبوك. فدابا بغينا الطريقه ديالك. داكوغ واخا مرحبا على راس العين. حتى هي تبارك الله ما شاء الله عليها، كنقول برافو عليك لان كانت طريقه ناجحه. هنا كنرجعوا للاختلاف اللي يكون ديال كل مدينه كل طريقه كل واحد ومجهود خاص ديالو. داكوغ فتبارك الله عليها ما شاء الله عليها، نحييها من برشا اف ام نقول لها مزيد يا ربي ان شاء الله من وصفات جديده، مزيد ان شاء الله يا ربي من النجاح. فنعطيو طريقه ديال الدجاجه معمره بطريقه مختلفه، هي طريقه عطات الاخت رائعه ما شاء الله عليها، حتى الديكوراسيون حتى الطريقه اللي صوبتها بها، الطريقه ديال الدغميره كنقول لها برافو عليك. فغادي ناخذوا يعني قبلي على الطريقه ديالي انا. اذا سعيده من مراكش قيدي كل المستمعين اللي بغاو الدجاج بالفواكه المعمره
بالفواكه اليابسه كنعمروها. فاول شيء كنعطيوه بسرعه الدجاجه، غادي نجيبو الدجاجه غنشرملوها ياك بسرعه، فنقيدو بسرعه. غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال السمن، غادي ناخذوا نص كاس ديال الماء صغير ولا 4 كاس ديال العنبه، غادي نوضعوا شويه ديال الزعفران حر، عطريه ديال الدجاج، ملحه، شويه ديال الابزار، راس المعلقه 4 معالق صغيره ديال القرفه، وكندهنوا كنخلطوا هادشي كله، شويه ثومه غبره وشويه البصله غبره الا توفروا عند مدام سعيده. غادي نخلطوا هادشي كله وندهنوا به حتى من الداخل من برا ياك. بيدي ما حضرنا الحشوه، غادي ناخذوا الحشوه اللي هي التمر، الشريحه، المشماش، البرقوق لا لان غيطلق لها الكحوله، التمر، اللوز تسلقوه تقليه وتهروشو، حمريه في الفران ولا قليه باش ما يجيكش بيض هكذاك، الكركاع، لا كاجو، لكن حريه الاختيار حبيبتي في جميع الفواكه. شوفي شري غير 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم من حاجه تكتفي بالغرض. فغنقطعوهم صغار، غنديروهم في واحد المقله، غادي نضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال الزبده، غنضيفوا عليهم 2 معالق ديال الماء الزهر، غادي نضيفوا عليهم لالا نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، شويه مليحه، قبيصه ديال الملحه، و2 معلقات ديال السنيده اولا معلقه كبيره ديال العسل، وغادي تشحرهم مزيان في المقلاه. غادي تشحروا، غتديهم وتجيبهم. الاشاره كنضيفوا عليهم حبه ديال المسكه حره اللي مدقوقه، غادي نضيفوها معاهم. غادي يكون الاختلاف بانه انا كندير عطريه الدجاج في هذه غير باش تعطي ديك النسمه الجديده في الداخل ديال الحشوه. غادي تشحرهم مزيان، ما زهر، مسكه حره، عطريه ديال الدجاج، الملحه، شويه مليحه، قبيصه ديال الملحه، و2 معالق سنيده ولا معلقه كبيره ديال العسل. غادي نخليهم في المقله تيمشي ويجي بشويه، غير 1-2 دقائق، ما تيبسهمش باش ما يقصحوش ليها. غادي تاخذ ديك الحشوه تبرد، غادي تعمر بها ديك الدجاجه. غادي تاخذ الدجاجه غادي تسدها تخيطها وتوضعها. فغادي تاخذ الدخميره، تصاوب لها الدخميره يعني البصله كبيره. بدا اول شيء كتاخذ الدجاجه كتشحرها غير في الماء باش ما تشنتفش، ما تحلش، ما تحيدش ليها الجلده ديالها، داكوغ. غتشحر في ديك الماء ديالها اللي هي شرملاتها فيه. غادي تضيف على ديك الماء ديالها 1 عود ديال القرفه صغير ياك. غادي تشحر في ديك الماء، غادي تضيف عليها الزيت. يا ربي ما نضيفوش الزيت، ناري تلفتوني. غادي ناخذوا ديك الدجاجه، غادي نضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الخليط ديال الزعفران اللي كنقول دائما كيفاش نحضر، فيه كل شيء مخلط فيه كل شيء. معلقه صغيره ديال سكينجبير. غادي تضيف البصله، غادي تضيف 4 البصلات كبار مشل ديال الرقاق، غادي تضيفهم. غادي تضيف عليهم الربيع مقبط، تربط الربيع على تحزمو. غادي تضيف بحال اللي قلت في الاول عود ديال القرفه، حبه ديال المسكه حره مدقوقه، وغتخلي داكشي كيتشحر مزيان. عاد غادي تضيف 4 كاس لكل دجاجه، 4 كاس ديال الزيت، داكوغ. غادي تطيب ديك الدجاجه. هنا كنلقاو الاختلاف بانني درت الزيت، لان انا كنقول الدجاج محمر ما يكونش فيه زيت، ولكن هذه حيت حلوه فبالضروري خصنا يكون فيها شويه ديال الزيت. غادي تشحر مزيان، غادي تضيف الماء، نضيفوا لها الماء. الربيع كنكونوا حاولنا نحزموه مزيان، ما نضيفوه حتى نضيفوا الماء، نخليوها طيب. ملي كطيب ديك هذه كنحيدوها، كناخذوا الزعفران الحر كيكون يابس وكنضيفوه على ديك الدغميره كنخليوها. فانا كنقول ديك الدغميره باش تجيك حلوه طبيعيه بدون ما تضيفي العسل، خدي الزبيب يبسيه، طحنيه وضيفيه 1 نص كاس، هو غيعطي الحلاوه بدون ما ديري السكر. فبالتالي كان الزبيب حلو يكون عطى ديك الدغميره معلكه وغيعطيك الحلاوه بلا ما تضيفي لا سكر لا والو. الملحه من الضروريات كتضيفها في الاول، وديك العطريه ديال الخليط ديال الزعفران كيعطي واحد اللذه خاصه في الدجاج. فبالتالي كتخلي الدجاجه كتخرجها، كدهنها بالزبده، شويه عطريه ديال الدجاج، شويه الزعفران الحر، تدخلها للفران بسرعه تحمر، تاخذ داك لا دوغي ديالها. وباش تجي داك لا دوغي زوينه في ديك الزبده اللي غادي ديري، الزبده ما تكونش مذوبه، خدي معلقه كبيره ديال الزبده فيها شويه ديال الزعفران الحر، فيها شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وكتضيف عليهم اقل الاشياء اللي هي معلقه صغيره ديال العسل ولا معلقه سنيده، وتدهنها وتاخذ داك لا كولور مارون، داك القهوي الزوين، داك المعلك اللي كيجي الدجاج، حيت الحلاوه غتعلك لك مع الزبده تعطيك داك اللون زوين. ولكن طونتي عندك تعلي الفران من الفوق، تحرقيه، ما تشعليش من الفوق، حاولي تشعلي الفران غير من التحت، ديريها تحمر لك مزيان. المرقه انا كنقول ما تكونش حلوه بزاف، لان الدجاجه غتاخذ الحلاوه، فبالتالي ما ديريش الحلاوه في المرقه، خلي غير داك الزبيب هو يعلكها وما غيجيش باين، انا الطحنيه ترجعي حبيبات ياك. مرقه عري الطنجره خليها يا لابوطه مهينه، خليها تاخذ داك اللون معلك قهوي، وتقدم الدجاجه ديالها كتزينها يا اما بالمشماش معمر، تجيب المشماش تعمرو بشويه اللوز، اولا بالبرقوق معسل، اولا بالتمر او بالشريحه. اللوز
لك حرية الاختيار حبيبتي في الزين. وانا انا اكيده بان تبارك الله للياتي المراكشيات زين ولا طياب ما شاء الله عليهم. فبالتالي تحيه ليهم. انا فقط طريقه كنقول قبلوا عليها لان كنعرف لليات المراكشيات ما شاء الله من عندهم بدا الطياب. فتحيه ليهم كلهم. نتمنى يقبلوا على طريقتي المتواضعه اللي هي مجهود خاص ديالي. فبالصحه والراحه. شكرا حبيبتي. صحتك لاله سعيده. نتمنى لها يا ربي تجربها وجهها زوينه. مشكوره وغتكون لذيذه لان الدجاج اصلا فهو زوين ملي ما كيكونش معمر فعلى حسب لك لا تعمر. فمشكوره هدى على هذه الوصفات وكنتمناو مازال باقي لنا اسئله اللي ان شاء الله غنجاوبوا عليهم الخميس الماجي ان شاء الله يا ربي. اكيد كل المستمعات الحادقين والحادقات غيكونوا في الموعد باش ياخذوا وصفات جديده من عند هدى اليداري خبيره الطبخ. مشكوره. اذا اكيد غنتواصلوا معكم لكن بعد الفاصل الاشهاري من منتدى المغربية. اذا مازال مواصل معكم دائما في شهاده الاسره. وصلنا الفقره اللي كينتظروها الكثير من المستمعين رفقه الاستاذ الباحث كريم عبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. صباح الخير. السلام عليكم. نهاركم مبارك. كيف درتي؟ لاباس عليك؟ تبارك الله عليكم ما شاء الله. الله يبارك فيك. اذا انا سؤالي الاول دائما لك هو النجاحات. دائما كنبغي نتفائل كنبغي شي حاجه اللي نسمعها ونتفائل بها. الوغ عندي سيده من امريكا جات البارحه وبنتها عندها فيبروز بولمونير دونك اون فيبروز تشمع الرئه وتكرفست سنوات وهذه البنيه عندها 40 سنه 3 اولاد. ورغم انه التطور العلمي بقى مشكل ديال الرئتين ما تعرفوش يبنيوهم. وحاليا بدات تاخذ الماء والبصل بدات تلقى واحد الراحه كبيره جدا. ومازال العمل ديال 3 سنوات لإعادة بناء الرئتين. ودليل على أنه الماء والبصل لحد الآن انتشر إلى آخر الدنيا. وهنا تنشوفوا كيف الناس في روسيا في سنغافورة في أمريكا في هولندا في فرنسا تيستعملوا في واحد الراحة كبيرة. وشهدتي الشهادة ديال من باريس كيف السيد كان عنده لا ديسبني وداك الخنق عنده وتبارك الله بدا يرتاح. وهو شهد على أنه ارتاح 100%. وديما في الزيارات الطبيه هذا هو القوه ديالنا انه تنستافدوا من الاطباء في الخير ديالهم والمتعه والعلم والتركيز وتنستافدوا من الطبيعي وتنجمعوا بين الخيرين. وهذه فرصه مباركه. كذلك سيده جات جا من ايطاليا البارحه وعلى فشل كلوي وتبارك الله راه تيتبع مزيان غادي يبدا يتبع نظرا للنجاحات اللي حققناها من خلال شباب مغربي على صعيد ايطاليا اللي تبارك الله ثاروا الانتباه. وهكذا تنثيروا الانتباه من هذه البلاد المباركه لا في اوروبا كلها لا في امريكا لا في دول سنغافوره وهكذا. ولقينا على انه هذه البلاد ان شاء الله تعرف حاليا بالنجاحات الطبيعيه. وديما المغرب كان طبيعي مع الطب النبوي وهكذا بغينا ان شاء الله الطب النبوي ياخذ المكان ديالو الحقيقي. وما بغيناش الناس يستعملوا اي مقادير او يستعملوا اي ماده. بالعكس الجوده كائنه. اذا حنا فاختارينا لو ديسپونيبل اكسيسيبل ابيتويل بمعنى المألوف في الموجود والميسر اللي نقدروا نحصلوا عليه بحال البصل بحال العسل بحال زيت العود حكا باش نخرجوا من القاعده ديال الاعشاب اللي مضره. نبقاو غير في الامور اللي مألوفه وهكذا المقادير والجوده تكون حاضره ان شاء الله بالصحه والراحه للجميع. انتم لاحظتوا دابا تقريبا حوالي 50 حتى 60 واحد في الاسبوع تيجي من خارج المغرب. دابا كاين الناس تيجيو من المملكه العربيه السعوديه من جهه من دول الخليج من دول عربيه. وبغينا ان شاء الله المغرب يتعرف بالطبيعي ونشطو حيويا في الطبيعي ديالو. وهكا بغينا الفلاحه الى اوروبا بغات تمنعنا وتقيدنا في المواد الفلاحيه. حنا غنبداو نوجدوا البلدي ونوجدوا البيو ونوجدوا السياحه الصحيه داخليا. وهكذا ان شاء الله نخليو البلاد ديما مباركه ديما في الربح ديالها ديما تتنمو اقتصاديا سياحيا وصحيا. ممتاز. اذا ناخذ نعيمه من الرباط. نعيمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا اختي كنشكركم بزاف على هذا البرنامج نشكروا سيد. نعم نعيمه. للاسف اذا عائشه من سيدي فني. عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نعمل مع الدكتور الله يخليك. تفضلي عائشه. السلام عليكم دكتور. سعد الله مرحبا. عندي واحد المشكل مشات لي عادة شهرية مدة 8 شهور هذه. ما عرفت عندك شي وظيفة ولا شي حاجة؟ شحال العمر ديالك يا بنتي؟ عندي 43 وليني عندي الحبوب في الوالدة ومشيت عند اختي فوسيبل
ندوز نولي غير عندك حبوبه. لا بنتي، والحبوبه عطاك شي دواء ولا مازال؟ لا وليا الوالده ما عرفت واش هذا المشكل ولا. مزوجه لا؟ مزوجه. شحال الوليدات تبارك الله؟ شحال الوليدات تبارك الله؟ عندي من عنده 9. استعملت مورا العمليه استعملت حبوب الحمل مدة. يلا قيده بنتي نعطيك البرنامج ديالك. عقل الماء والبصل، تعصر واحد البصله، تاخذ عصير تعصرها، تاخذ منها 2 معلقات كبار حتى 3 في كاس كبير تاع الماء مغلي، ومعلقه ديال العسل الحره. كل ما خديتي العسل الحره سنعطيكم واحد الوثيقه اللي تبدا تعرفوا الجوده ديال العسل والعسل. حنا العسل ماشي هو اللي غالي، هو اللي مزيان. العسل اللي حر بمعنى اللي يقدرنا واخا يكون اوكاليبتوس وحصلنا عليه من طرف مربي النحل جيد، متفقين، اللي تعرف العسل فوقاش ينضجوه، فوقاش يقطعوه، فوقاش يتعامل معاه. هذاك هو العسل. واخا الاوكاليبتوس تاخذوا 200 درهم 250 درهم، ولكن الجودة عالية لأنه حر، وفي الحر ديالو فين كاين العلاج بإذن الله. إذن ممكن تاخذ عسل الليمون في الحلق والحساسية، غادي يكون أقوى من حسن لك ما تاخذ دغموس وهو 700 درهم. يكفيك 150 درهم ديال العسل الليمون، وغير الأصل خصو يكون حر وجيد. اللي بغيت نعني من هنا هو أنه العسل هو اللي غادي ينفع. العسل الحر هو اللي غادي ينفعني في المرض اللي حنا فيه، بحال كثير من الامراض ديال التكيسات او الحبوب في الوالده او كذا. حنا ممكن نشتغلوا مثلا بالعسل اوكاليبتوس، تعمل بين 120 درهم حتى 250 حسب الجوده وحسب المنطقه وحسب النوعيه ديال الاوكاليبتوس. الكاميليا ماشي هو الكونفو، ماشي هو نوع اخر ديال الاوكاليبتوس، وكل واحد يعطينا نفع معين. اذا بيت القصيد غتاخذ 3 معلقات كبار ديال عصير البصله، تقريبا واحد 25 30 غرام عصير، وتدير في كاس كبير تاع الماء مغلي تقريبا 200 غرام، وتاخذ معلقه ديال العسل الحره وتخلطهم. تاخذهم هذا الكاس تاخذ مع 6 الصباح تكملوا، وتاخذوا كاس اخر جديد بعد 3 سوايع 7 مرات في النهار. ممنوع الحيواني. زيت زيتون على الريق مع داك 4 ونص ديال الصباح، تكون رقدتي فيه الثومه ايترو ترقد فيه 100 غرام، تاخذ منه 3 معلقات كبار، وتاكل الخضار وفواكه ما طيبينش، خرشوف برو كرافس معدنوس فواكه خضار، وتاخذ ليا الحلبه من نبته نص كيلو، وتاخذ ليا بزاف الحسوه الشعير والتمر. واخا تاكل حتى 200 غرام ديال التمر في النهار مع 100 غرام ديال الشريحه 100 غرام ديال الزبيب، خذهم ليا. نورمالمون 7 أسابيع الدوره تترجع باذن الله. علاش؟ هذا هو اللي بغينا الاخوان الباحثين انتبهوا له، لا الباحثين في التغذيه ولا الباحثين في البيولوجيا بخصوص تواصل الخلايا وتجديد الخلايا الجسم. هتلاحظوا على انه كثير من الخلايا تنستطيع نجددوها من جديد وجديد، وهكذا تنرجعوا حتى النشاط تاع النشاط الهرموني. اذا النشاط تاع لي غلاند كلهم، الغدد كلهم باعاده الاشتغال بشكل جديد. لقينا على انه 90% ديال النساء كلهم اللي اتصلوا بنا، والنساء اللي اتصلوا وخذوا الماء والبصله كلهم بفضل الله تعالى رجعت لهم الدوره الشهريه على سكوند بين 3 à 5 سيمين. واحد. ثانيا النساء كلهم اللي كان عندهم دي بوليب او تعفنات في لي ترومب في القرون، او عندهم حبوب في الوالده او في عنق الرحم، قويل بالثومه زائد البرنامج اللي عطيناكم، وتنديروا عسيله مادام انت مزوجه، عسيله 100 غرام فيها معلقه ديال حبوب اللقاح، معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال الغذاء الملكه تقريبا واحد 25 غرام، غالبا 25 غرام، تنخلطوا تندهنوا 3 4 المرات، وتنديروا العسيله في عنق الرحم وداخل 3 4 المرات، وخريقه ديال المعدنوس. هذا الاسلوب تبارك الله عطى نتائج في اقل من 7 أسابيع. حبوب ما تيبقاش لا في الوالده ولا في عنق الرحم لا في الوالده، وكذلك ما تبقاش هذا النوع من المشاكل. وبغيناكم تقيدوا، ما تبقاوش غير تسمعوا وتقول والله الا وصفه مهمه ولكن ما كتبناهاش. كتبوا باش تاخذوا المقادير، كتبوا باش تتبعوا، من تنجحوا قيدوا النجاح الطريقه باش نجحتوا المده. كل واحد وجسمه، كل واحد المده اللي غينجح. كاين اللي 3 سيمين عطى نتائج، وكاين اللي 7 سيمين عطى نتائج، كاين اللي 3 موعد عطى نتائج. ومن تنجحوا تكلموا به ما شاء الله تتكلموا. وكثير الناس فرحونا بلجيكا تيعيط تيقول لك نجحنا عن طريق الماء والبصل. هكا بغيناكم تكونوا تنشروا هذا الخير بعضياتكم حتى تكونوا فخر لهذا البلد. ممتاز. اذا لطفه نقول ميمه. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس ربي يخليك. مرحبا. عافاك دكتور الله يحميك. الوالدين انا متزوجه 3 سنين هذه وما عمري ولدت، وملي مشيت ندوز قالوا لي عندك الكوره والقرون مسدودين، وقال لي ما عندكش حتى شي امل في الدراري. هذه الوصفه اللي عطيت الان الاخت الكريمه، خذها كامله،
انا نشوفوا كيف الاخوان يديروها في الفيسبوك حتى تكون ان شاء الله وصفه لكل النساء وهديه لكل الاخوات ديالنا وحتى تنجحوا بها، وان شاء الله عطات نتيجه كبيره. وكثير الناس مثلا تصور سيد عندها 55 عام رجعت لها الدوره الشهريه من بعد الانقطاع. عرفت دكتور الا قدرتي تعاودها لي الله يخليك الوالدين، ولا غنبقاو نعاود عندك القرون مسدودين كاع في خطره يلا قيد غادي نزرب وشجله، زيت زيتون على الريق 3 معلقات كبار مع 4 ديال الصباح، عصير البصله 30 غرام، في كاس كبير تاع الماء مغلي 200 غرام، ومعلقه ديال العسل حره، واخا تكون دغموس غير دغموس مع الاسف ولا تيعلفوه الله يهديهم الناس. خذوا مع 6 الصباح الكاس الاول كل 3 ساعات 7 مرات. اذا ديما الكاس تاخذه في البلاصه وملي تبغي تاخذ كاس من بعد الكاس الثاني الثالث والرابع ديما يكون جديد وفي بلاصه تستعمله. نباتي 100%. عصير بوروكرافس معدنوس 5 إلى 6 مرات في اليوم. تاخذ العسل 100 غرام، الزكوم مثلا في معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح، معلقه صغيره ديال الغذاء الملكه، تخلطوه تدهنوه في عنق الرحم 3-4 المرات. حقنه مزيان للرحم 3-4 المرات مع شويه د الماء، نفس كميه العسل نفس كميه د الماء، تديروا حقنه خليقه د المعدنوس والماء مغلي 3 يترو وقريص النحل فوق الوالده. نورمالمون 3 اشهر الوالده تتنقى بشهاده كل الاطباء ليجينيكو، وهكذا دابا كثير من الاطباء تيطلبوا لنا كيف هذه الوصفه تشتغل. حنا مستعدين لكل الجلسات، وبغينا هذا الشيء يبقى لله تعالى. اذا فوه بهنا لله فان شاء الله يكون علم ينتفع به بدون طمع مادي ولا كونتر بارتي اللي ممكن الانساني. هذا حنا بالعكس حيدنا هذا الجانب هذا المادي، بغينا ان شاء الله يكون راحه للجميع. ممتاز. اذا الطويله ديال الثوم ضروري باش يساعد ويضبط ويتفكر. مشكور. فوزيه من خيبقه. فوزيه، لاحظنا أستاذ أن الكثير من السيدات دائما كيقلبوا على العلاج وكيقلبوا على الأمل وكيقلبوا على وصفات اللي تكون سهلة وطبيعية باش أنها تعاود تحيي فيهم واحد الأمل من جديد، كيف المستمعة اللي اتصلت قبل قليل. فشفنا بالنسبة للسيدة اللي كانت اتصلت الأسبوع اللي فات وتكلمت على أن الحلبة عودت ردت لها العادة الشهرية، يعني هذا ممتاز وحاجة طبيعية. شنو يمكن لك تقول في هذا الموضوع؟ هو اللي نقول في هذا الموضوع القاعدة، مادام انه تنتكلموا على اساسيات ثم عاد التفرعات ديالها. نقيوا جسمكم، اقسم بالله تطلعوا جسم جديد. جوعوا واحد اسبوعين لذا رمضان مقبل علينا، فاستغلوا هذه الايام في الصيام 2-3 خميس، 2 والخميس بغيت نعني، ثم الايام البيض، وغتلقاو راسكم انكم اكتفيوا بالخضر والفواكه ما طيبينش، وشويه ديال ممكن شويه ديال الحسوات الشعير التميرات. ما تركزوش على الاكل كثير، ركزوا على الحاجه اللي نوعيه و100% فائده، الجسم تيطلع من جديد. حنا علاش اختارينا الحلبه؟ ممكن نختاروا القمح، وعلاش نبتناها؟ وممكن انه ناكلوها حبوب او طيبه في الحسوه، حيث كل ما هو غير مطبوخ تستفدوا منه 100%. وكل ما نبتنا داك البذرات الفائده تضرب في 100. بحال العسل مثلا ناخذوه بوحده فهو غير مطبوخ تنستفدوا منه 100%. نعم. كل ما ذوبناه في الماء فالفائده تضرب في 10 وفي 20 وفي 30، بمعنى اي الفائده 100%، اي لوبتيميزاسيون تنضربوا الفائده في 10 20 30 100 مره. هذا هو القاعده في الفائده الصحيه. اذا احنا كلهم اللي جاوا عندي تبارك الله عليهم تيحيدوا المواد الحيوانيه 100%. منهم اللي جا من اوروبا بحال البارحه واحد عنده انفيبروز بدا تيحيد المواد الحيوانيه، واحد اخر كذلك جات من ليون تحيدوا المواد الحيوانيه، وهكذا تيجي وتيقول لك حنا بدينا تنحيدوا المواد الحيوانيه، قال حسينا جسمنا افضل والمناعه افضل. دليل على انه كل واحد يقول انه المواد الحيوانيه هي المقويه، فهذا خطا فادح. نعم. كل شيء هذا خطا فادح. ان شاء الله تعالى خصنا نتكلم ناكلوا النباتي 100% وما نطبخوش افضل، هنا الفائده تكون افضل. بحال حكيت لكم كثير في الحالات اللي الناس تبعوا وكانوا تياخذوا ادويه كثير، ملي بداو تياخذوا المنبت من البذور والفواكه والخضر ما طيباش، فواكه خضر عصائر ما طيبينش، الناس لقاو راحتهم بعد 3 إلى 5 أسابيع. دليل على انه التنقيه اصل، ومن بعد التنقيه عاد تبداو تنشوفوا كيف ممكن يبنيوا الاعضاء واحد ان شاء الله بالصحه والراحه. وهكذا القاعده حاضره والنتائج ديالها باينه، اذا فبالتوفيق والصلاح. نعم. اذا ناخذ سعيده من جديده. سعيده نعم اختي انا كنسمعك. تفضلي يا سعيده، معك الاستاذ كريم. الو السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. كي دايره استاذ؟ بخير. مرحبا. استاذ المحب الوحيد.
مرحبا. نعم انا معك سعديه من جديده، انا متبعه معك دابا عندي شهرين قل شي 10 ايام. مرحبا. والحمد سيدي ربي ونشكرو. انا عندي كونسير في الريه في الزوله في عنقي في فوق الكلوه. انا نحمد الله ونشكرو دابا وليت كناكل. مبروك عليك. كل شيء وليت كناكل مزيان كنتحرك بخير. نقدم نداء للحباب اللي كيمشيو والناس اللي كيسمعوني انه يديروا الكميه اللي كتعطيهم. انا الحمد لله متبعه داكشي ديال البصله وسميتو داك الماده اللي قلتي لي حيده ديال النظانون محيداها. ودابا نحمد الله ونشكرو. انا دابا باقا عندي الحجامه الخميس غنديرها. مرحبا. باقي عندي شويه صداع في كتفي شويه واني لاباس. عطيه نحيلات مزيان. انا تحسنت دكتور. مبروك عليك ونشكروا هذا الكرم وهذا اللطف وهذا مقاسمه هذا الخير مع الجميع حتى الناس ان شاء الله يتبعوا ويديروا بحالك. هذا من الكرم. نعم. فان شاء الله بغينا كل واحد يتبع بحال الاخت. المواد الحيوانيه تتاخذها؟ لا محيداها. مبروك عليك. وهنا تتلاحظوا ما تاخذش الحيواني، تركز على النباتي وتاخذ حاجه صحيه وتشوف تبارك الله النجاحات اللي كاينه. مبروك الف مبروك. شنو هو النداء اللي بغيت توصل للمستمعين؟ انا عندي شويه صداع باقي في الكتف. غدير له نحيلات في الكتفين. شحال من نحله تدير؟ ما شاء الله ما بقاش تمشى. من الفراش وليت كنتمشى وليت مشيت العرس شطحت فيها دكتور. صحتك السعديه. قسم بالله مشيت العرس وشطحت فيه والناس استغربوا فيا ولاو كيقولوا لي حليل السعديه كتشطح. مبروك عليك ومبروك على الناس اللي يتزوجوا. سمح لي على النصائح اللي تعطي الناس. الله يجازيك بخير. مبروك على الناس اللي يتزوجوا. مبروك عليك الصحه والراحه. والله وانا نقول لك دكتور انا متبعه كناخذ الدواء ديالك ما كناخذ حتى من بلاصه. علاش عندي فيه الشك. نعم الله يجازيك بخير. مبروك عليك الله يعطيك الصحه. مبروك عليك. هذه اشياء جميله كتدخل فرحه للقلب. الناس ملي تيبدلوا العسل كيطيحوا في عسل بغشوش تيضيعوا العلاج. تنقول لهم ما تسقرموش تبعوا معنا ملي تنجحوا ديروا اللي بغيتيو. هذه قالت ما تتبدلش العسل الا العسل ما كتبدلش الوصفه كلها يعني الوصفه كامله حتى نوعيه العسل تاخذوا من عندنا باش العلاج يمشي. شحال واحد تيقول لك ايه بحال شي واحد يبدلوا العسل وعندهم ليباتيت بداو تيرجعوا اللور. بدلوا العسل تياخذوا كان عندهم فشل كلوي رجعوا اللور. ما تبدلوش خليوا العمل يمشي قوي. وما شاء الله عليك ومبروك عليك الف مبروك. نعم اذا متى نشوفوا علال من نادور. السلام عليكم جميله. عليكم السلام ورحمه الله. إذا الصوت ما كانش واضح بالنسبة للعلال. إذا فالأشياء الجميلة دائما كنبغيوها الطول وكنبغيوها تعطي أكثر. فهنا تكلم لي كثير من الناس مثلا كياخذوا وصفات من عندكم وكياخذوا كيف قلتي تكلمنا على العسل وتكلمنا على كذلك على المرجان المرة اللي فايتة. فشفنا أن ملي كتبدل حاجة أو لا كنتقرموا على راسنا أو لا كنقلوا فيها ما كتعطيش الفعالية. فأشنو هي الوصفات اللي نتوما كتعطيوها باش أنها تتبع وتعطى بشكل صحيح؟ لاحظتي في الإذاعة علاش نتكلم بزاف الماء والبصل وزيت الزيتون هادو غالبا ولفناهم. العسل شويه صعيب في الاختيار فتنتولاوه حتى ملي تيكون عندنا ان ستوك ليميتي كميات محدوده تنضطروا ننوعوا فتنختاروا الاقرب والافضل ولكن ديما في الجوده العاليه. اذا فهنا بغينا الناس ما يبقاوش يسمعوا لاي كان وبالعكس يتعلموا. حنا بغيناكم تكون عندكم هذه الاليه. لاحظتي تنقول لكم دواء في ديوركم تعلموا هذا الشيء ديروه ما يبسل عليكم حد ما يبيعوش فيكم حد. بمعنى العمليه ديال الجوده والعمليه ديال حسن الاختيار وديال حسن الاستعمال خصها تكون مكتوبه حتى تكون مضبوطه ان شاء الله. بالنسبه للمستمعه كتقول ان عندها الم على مستوى الكتفين يعني ما خلات ما دارت له لكن ما لقاتش علاج. شنو هي الوصفه اللي يمكن لها تعطيها أستاذ؟ اولا لا ساعات. ثانيا خصنا نعرفوا بالضبط لا راديو. شو سبحان الله العظيم الناس الله يهديهم تيغمضوا عينيهم. العلم موجود. نعم. هالاليات لا راديولوجي هالاليات التحاليل هالاليات البحث الدقيق. مثلا تلقى في الكروموزوم تقدر يطلع لك انواع الكروموزوم اللي عندك فين النقص فين الزياده فين التهريسه فين لي جينوم. علاش حنا ما تستافدوش من هذا الخير؟ انا نفضل نخسر الاموال الطائله في البحث وفي لي زاناليز في لي كونترول وفي هذه المسائل ولا نخسرها في العمليات الجراحيه. واخا اذا فنعرفوا البدايه الاولى كيف الامور هي ثم الى شي امور استعصات
متفقين مع اتفاق مع الطبيب اللي تنثقوا فيه وتنشوفوا فيه الاخلاص والتقوى وما تيكونش استفزازي، انها ان شاء الله انه نمشوا في العمليه العلاجيه، ولكن ضروري ما نستافدوا. اذا لا راديولوجي بالنسبه لهذه الاخت تكون عندها، حيت المشكل ديال الكتفين تيجينا حالات مختلفه. تصور مثلا عندها ان سبونديلو ارتريت، نعم، اون اس بي او عندها اون كالسيفيكاسيون او عندها تهريسه تما او عندها اون ارثروز او عندها ان بانسمون او عندها مشكل معين باش غادي نعرفوه. الحمد لله ملي تنشوفوا عن طريق لا راديولوجي تنعرفوا، وملي تنعرفوا تنبداو تنحطوا الاساليب العلاجيه المطلوبه. نعم. اذا نحروا مكالمه لطيفه. لطيفه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي لطيفه. لاباس ربي يخليك. دكتور. تفضلي. دكتور. وي مرحبا. صافا سيدي لاباس عليك. نعم. الله يطول لي عمرك. انا يلا بديت في الحمل ديالي الشهور الاولى. وبغيت نعرف الا كان ممكن تعطيني شي وصفات هكذا تساعدني. ما شاء الله عليك. اذا اول شيء زيت الزيتون على الريق بوحده بلا توم، 3 المعالق. اعطيني ديما معلقه كبيره. ثانيا تعطيني كاس كبير الماء مغلي فيه معلقه العسل الحره، بحال الكاليبتوس، بحال السدره مزيانه لك بزاف، بحال اليازير، هادو ما تخافش منهم خفاف. ديما ساعه ونص قبل الاكل. وخذ ليا بزاف القمح منبت، فيه لاسيد فوليك، فيه الحديد، فيه لا فيتامين دي، فيه لا فيتامين بي بالانواع، منها البنف لاسيد فوليك. كذلك تتلقى 3 مرات في اليوم. اعطيني 500 غرام في النهار قمح منبت. اعطيني 100 غرام ديال النافع منبت، فيه غيقوي لك الامعاء والامتصاص. ثالثا ورابعا الماء مغلي يترو مع 10، يترو مع 4، يترو مع 8 د الليل. اعطيني الحوت بيض طاجين، وكثر لي من الخضر والفواكه اللي تتناسبك، عينك وميزانك. اذا هذا ان شاء الله غادي يعطيك، غادي يبعدك من فقر الدم، يعطيك حسن الامتصاص، يحيد لك الثقل بالمعده، غادي يعطيك توازن هرموني. كثر لي من التمر 200 غرام في النهار ما امكن، والعظيمات ديال التمر حرقهم وخليهم احتياطيين يكونوا مفحمين، وتحتاجهم الا كان شي غاز ولا كان شي عياءات تاع البطن. وفوالا نشوف هذا الاتجاه هذا بهذا الاسلوب. حيد المواد الحيوانيه بزاف، حيدها، خذ غير الحوت، خذ ديال الخضر وفواكه كثير بالصحه والراحه. اذا حنا غنتوقفوا مع فاصل اشاري ثم نواصلوا من منتدى المغربيه. دائما معكم ودائما في الوصفات الطبيعيه رفقه الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي، اخصائي في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. غنستمروا دائما مع المكالمات وناخذوا عائشه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفاش لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف، وكنشكر الاستاذ بزاف. انا مؤخرا طويله كنسمع الراديو، ما كنتش كنسمع ليه، وعجبني بزاف. مرحبا. كنشكر الاستاذ وكنقول الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. لا يجعل العمل لله، لا يجعل العمل لله، لا يجعل العمل لله. تفضلي عائشه، شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك. انا تنحس ديما بالفشل، ما عنديش الجهد، ما عنديش القوه. بغيت شي وصفه، وعندي انتفاخ في المصران، عندي لي كاع فايت دوزت، عندي مصاب لي كاع تبع في الدواء. وصراحه ملي كملت وداك الشيء ما عاودتش كنت، بغيت غير شي وصفه طبيعيه تخليها. عندك 3 الوصفات بالنسبه لي غاز. غناخذوا الوصفات استاذ الا سمحتي لي. عائشه هذا هو السؤال ديالك باش نحروا المكالمات. بغيت سميتو بالنسبه للنحل، قريت النحل. انا عندي النحل هنايا في السطح. مبروك عليك. مبروك عليك. عندي السطح وقرصتني البارح وحده في رجليا. مزيان. واش مزيان ليا زعما مزيان بالنسبه للبروده، وعندي حتى البرود جنسي. صراحه مشكله مع راسي. عندك من عام؟ بزاف فوق البرد. عندك من عام؟ الله يجازيكم بخير، الله يجازيك. جاوبني على السؤال، عندك من عام؟ عندي 34 سنه. اذا بالنسبه نجاوبك على كل حاجه باش نركزوا حتى المستمعين يستافدوا. ما نديروش سؤال واحد، نحاولوا من السؤال المستمعين يستافدوا. والله يرضي عليكم سجلوا هذا النوع من المعلومات. اولا بالنسبه للبرود الجنسي مادام جبتيه، هو لا ساعات النحل في اخر الظهر، في الاخر ديال لا كولون فيرتيبرال، في الاخر ديال واحد 7 حتى 9 في الاخر، وديروا فوق المبيض لي زوفير 3 على اليمين، 3 على اليسار، و3 شويه لتحت جهه سميتو جهه العانه، اخر العانه. 3 هادو نورمالمون 2 مرات في السيمانه مهمين
في الخروج من المشاكل ديال البرود الجنسي واحد، وتنشتى الوالده تنقيها من لي بوليب، من العفن، من اللصق، شحال ديال اللصق تينزل، وهكذا يمكننا نستعمل هذا الاسلوب بطريقه جيده. وهذا الاسلوب هذا غادي ينفعك كذلك حتى في لي غاز، لان كاين شي نقاط اللي عندهم علاقه فوق لي زوفير شي شويه انه تنقدر نضربهم تيتخلصوا من لي غاز في اخر الظهر كذا. اذا احنا ضربنا فائدتين من خلال اسلوب واحد علاجي. ثانيا تناخذ المرجان 100 غرام، وتناخذوا معاه 150 غرام ديال المعدنوس، تنطحنوه في الميكسر، وتناخذوا حقنه ديما استعمال واحد تنديروها من في المخرج من لا بارتي ريكتال من لانوس، وتنحقنوها 3 المرات في النهار، مع ذاك الصباح مع التسعود، ومع ذاك العشيه مع 5 6 ديال العشيه منين يدخلوا من يجيو الناس. نورمالمون 5 ايام الى 6 ايام 3 المرات في النهار، نورمالمون لي بالونمون والعفن ديال المصران حتى الا كان دي بواسر داخلين، هذا اسلوب تيخوي المصران وتينقيم. غير الا كان الاسهال شويه صعيب الحال تنبدلوا الوصفه، تنبدلوا المعدنوس بقشور الرمان مزيان، وباش نعاودوا نقادوا لا ميكوز انتستينال. والا هذا الاسلوب اللي عنده لي بالونمون، شحال الناس كان عندهم دي بالونمون ولي غاز وانتفاخات الامعاء، ما بقاش هذا المشكل. والاجمل هو حتى الماكله اللي كتتنفخهم بحال الكسكسو بحال اللبن ما بقاش ينفخهم، بدليل اعاده بناء الامعاء بطريقه جيده وتنقيتها مهم جدا. حاجه اخرى العمليه ديال العظم ديال التمر، ديما نفحموه ملي تاكلوا العظم، خذوا بحال الكسكاس داك الحديده، خذوا هذوك من عزله راه تتباع في السوق، وديروا فوقها شعلوا العافيه فوق، ديروا داك الحديده اللي متقوبه وديروا فوقها العظم ديال التمر، وبقاو تحركوا حتى يتشعل فيه العافيه، تيطلق تخاخن بزاف، حلوا الشراجم وتتيولي يجمر، خليوه يبرد 24 ساعه، دقوه غربلوه نيلوه مع نص معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، وتبارك الله عطى نتائج هائله. العظم ديال التمر مزيان والعظم ديال الزيتون مزيان، الا خلطتيهم بجوج غادي يكون شجرتين مباركتين وتبارك الله فوائد هائله. نعم. كاين اللي النهار الاول من بعد استعمال 3 مرات في النهار هذا المفحم مدقوق مع شويه الماء كيعطي نتائج النهار الاول. كاين اللي نهار المره الاولى، كاين اللي النهار الاول كاين اللي خصو 3 ايام، كاين اللي خصو اسبوع. حنا غالبا ما تنتعداوش اسبوع في الاستعمال، 3 الى 5 مرات في اليوم. الحمد لله ما تيبقاوش لي بالونمون، ما تيبقاوش لي غاز، ما تيبقاوش المشاكل ديال حموضه المعده، ما تيبقاش حتى ليكوباكتير تنضبطوه. وهكذا ان شاء الله وصفه متعدده الاستعمالات. كاين وصفه اخرى اللي ممكن نعاونوا بها، هي المنبت ديال الحلبه مزيانه من نص كيلو في النهار، مزيانه حتى لي غاز وتعفنات الامعاء واعاده بناء الامعاء. كاين منبت النافع، غير النافع تنستعملوا 10% ومن الحلبه او القمح، لانه مجهد ومهم ومفيد كثير. هو داخل في السنه والسانوت في واحد منهم بالنسبه للحديث النبوي اللي جاء فيه الحديث النبوي على انه المعنى ديالو للسنه والسانوت، هادو مادتين اللي مهمين في علاج كثير من الامراض المستعصيه منها السرطانات. وهكذا ان شاء الله تعالى يخفف ويقرب. قيدوا وعمموا ويسروا. بغينا نكتبوا، احنا تنحاولوا نكتبوا مع فريق عمل قوي جدي جدا، تنشكرهم شكر جزيل. وان شاء الله راشد المؤلف الاول احنا هو في طريق الانجاز، غادي ندخلوا عليه ان شاء الله مجموعه صور، مجموعه اعمال، مجموعه تجارب، حتى ان شاء الله المؤلف عنوان راه مكتوب، ولكن ما نتكلمش به دابا. وان شاء الله باذن الله اقل من شهر يكون حاضر في السوق. نعم. ونتمنى الله تعالى التوفيق. اذا حنان من الدار البيضاء. حنان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حنان. نشكركم اختي على هذا البرنامج وعلى هذا، كنشكر الدكتور العلاوي. انا عندي لي فاريس، مشيت عند الطبيب وعندي رخاق اللي ماشي ديال، بغيت كان شي وصف واش ممكن ندير الحجامه. اش عندك من عام بنتي؟ عندي 32 سنه. وفقر الدم ما كاينش؟ فقر الدم ما عندكش؟ لانيمي؟ لا ما عنديش. لا طونسيون مزيانه؟ الدوره لا عندي الدوره الدم، وليت كندير الجانكو والزعرور. بنتي جاوبني على سؤالي باش نعرف، حيت كاين اسئله محدده بالنسبه عندك وليدات. لا ما الله تعالى يسهلك وليدات طيبين. المهم اللي بغيت نوصل له هنا كاين شروط في الحجامه خصها دار، ما خصش يكون فقر الدم،
لا تونسيون ستكون مزيانه، البنيه ستكون صحيحه، ما تكونش في اثناء فتره الحيض ولا الحمل ولا مازال ترضع او عندك وليدات صغار اقل من 3 سنين. علاش خصها لابد ما يكونش ليباتيت، ما تكونش مجموعه امراض اللي تضعف البنيه وما تخليش الجسم يجدد قدراته ويجدد الدم. هذه كلها اساسيات فتنحترموها. علاش بغينا الحجامه نديرو في القواعد ديالها باش نستافدوا منها، والا غنبداو غير تنديروا مسائل غير معلومه، غير علميه، غير مضبوطه، والا غنبداو نخرقوا. اذا ان شاء الله تعالى الى الشروط هذه متوفره ممكن دير الحجامه. ديما نشوف واحد اللي تتعرفوا اولا ضابط ما عندوش امراض مستعصيه، واحد ما عمر الحجام خصو تكون عنده امراض مستعصيه، تواتي غادي يجرح ولا تجرح ولا شي حاجه يقدر يأذي المريض. ثانيا خصو يكون عنده تجربه مضبوطه. وثالثا ما يكونش تيخدم باي اليات، كي تيدير الزيزوار، كي تيدير اليات غير صحيه. فحتى خصو يحترم المكان، خصو يكون مشمش، ما يكونش عاود اي مكان. نعم. وان شاء الله الا احترمنا هذا استعمال الحجامه بطريقه صحيحه حقا غادي نحيوا السنه النبويه. اما لما تلعبوا في الشروط وتلعبوا في الاليات وتلعبوا في سوء الاستعمال ما كاينش احياء السنه، بالعكس انه تناديوا السنه حيت تكون الاخطاء كثيره وتبداو تنفروا منها الناس باش ما نطيعوش في الاخطاء. ولذا انه القواعد ان شاء الله حنا غادي نعاودوا نزيدوا نالفوا كتيب في هذا الاطار هذا خفيف. نعم. يكون للمستعمل، ثم المريض اللي بغى يحجم كيف يشوف الشروط فيكون دليل من يريد الحجامه. ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا كيف نوجدوه حتى نقربوا الى احنا كاطباء تنختاروا الطبيب اللي غادي يفيدنا وينفعنا ويعطينا دي كونت روندو ومتابعه. كذلك سنختاروا كل واحد غادي نمشيو عنده باش يقدم لنا خدمات، وهكذا نكونوا تنمشيو على اسس علميه، اسس مضبوطه، حتى ان شاء الله حيث تكون مضبوطه وعلى اساس علمي. علاش القران الكريم تيتكلم وتيبين لو سوره الكهف سوره الملك ولا كثير من الصور ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا خصنا نختاروا الشروط وهي اللي من خلالها نبداو نختاروا السلوك الأفضل. ولذا عليه الصلاة والسلام تعلمنا رحم الله عبدا إذا عمل عملا أتقناه. فين غادي يكون الإتقان ما تعرفوش النقص ديالنا؟ كيف غيكون السمو والنمو إلا ما تعرفوش شنو الأمور اللي واخا تقلنا لو بدات يكون نقص باش نزيدوا في الكمال والتمام والكمال لله تعالى. ونعم بالله. إذا ناخذ خديجة من المحمدية. خديجة إذا غادرتنا شنو هما النصائح اللي يمكن نختموا بهم هذه الفقرة؟ النصيحة الأساسية نعم هو كتيب والوصفات الناجحة كتبوها، ونجاحكم هو اللي تكتبوا مع الوصفة، وغتشوفوا على راسكم أنكم تتنجحوا، حيث النجاح ولا نادر. والعقلية الرأسمالية تقول لك الندرة من خلالها تيشتغل، خصو يقزم العالم كله إلا الفرد هو اللي تعرف. نعم. والعالم كله ما تعرفش. احنا بالعكس بغينا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. الوفره كاينه والخير كاين. اذا قيدوا وملي تقيدوا شوفوا النجاح ديالكم، ملي تبغيو عمموه وخليوا الخير يعم، وغادي تشوفوا كيف انه ممكن اننا ننفع الناس بدون شروط ولا قيود ولا دي كونتر بارتي. يعني انه حتى نستافد منك عاد انه نعطيك ان شاء الله نخرجوا من هذه القيود ونكون ان شاء الله في الحضاره المباركه المغربيه اللي ان شاء الله نفعت ومازال تتنفع. مشكور الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه على كل هذه المعلومات وكل هذه الوصفات اللي عطيتي للمستمعين. اكيد لقاء مازال متواصل مع اخر فقره في بيتنا طفله من منتدى المغربية. كيف قلت في البداية فاحنا غنتحاولوا نتكلموا على الأطفال اللي كيغوتوا بزاف أو كيكون عندهم الصراخ كتعبير على أشياء كيعرفها غير هما. فالأكيد كاين الكثير من الأمهات والآباء والأسر بصفة خاصة أو عامة ملي كيشوفوا الوليد ديالهم كيبكي أو كيغوت أو يعني كيصرخ بدون سبب ما كيعرفوش شنو هو السبب الحقيقي، فكيلوموه أو كيعاقبوه أو كيقولوا ما بقاش تغوت بدون ما يعرفوا السبب الحقيقي وراء هذا الغوات أو هذا الصراخ. فأولا الأم أو كالمربية أو الأب أو الأسرة، يعني الناس اللي مع هذا الوليد الصغير خاصهم يعرفوا أولا أشنا هو السبب اللي كيخلي هذا الوليد كيغوت وكيصرخ بدون أسباب ظاهرية. فأكيد الوليد ملي كيغوت فكيكون إما تعبير أولا على أنه كاين
راني كاين في البيت، راني كاين في الدار. فملي كيكون الاهتمام خاصه موجه للوليد اللي تزاد عاد جديد في الاسره، او الاهتمام كيكون موجه لفرد اخر من الاسره، فالوليد اللي كيحس بنقص او كيحس بعدم اهتمام فكيبدا يغوت وكيبدا يصرخ باش انني راني موجود، راني كاين. فكترد له البال وكتجي تسولو، كتقول له مالك، شنو، واش ضرك شي حاجه، واش عندك شي حاجه قلقاتك. فهنا الوليد او الطفل كيعتبر بان كاين هذا اهتمام، فهذه كلفت الانتباه. اكيد الام او الاسره خاصه دير الفرق ما بين الصراخ والغوات اللي كيكون نتيجه ديال الالم والغوات اللي كيكون نتيجه ديال اشياء نفسيه. فخاصنا نعرفوا اولا واش هذا الوليد كيغوت لانه ضراه شي حاجه عضويه، او لا كيغوت فقط باش انه يلفت الانتباه. لان الام او الاسره ملي كتعرف ان الوليد ديالها كيغوت فقط للفت الانتباه، فهي كتحرص على انها تلبي الرغبات ديالو في حدود المعقول بطبيعه الحال. كتحاول انها دائما تكون معاه متزنه، وتعرف راه باللي هذه الحاجه كتقلقو فكتحاول تفاداها. كتعرف انها خاصها تهتم بهذا الطفل كيفو كيف الاطفال الاخرين اللي في السن ديالو، كيفو كيف بقيه الاسره دائما حسب اخصائي الاجتماع. اذا بعض المرات الوليد ملي كيكون عنده ذاك الاحساس بانه شخص غير مرغوب فيه، فهذه الفكره كتجي على البال ديالو، كيشوف انه الشخص غير مرغوب فيه، فكيشوف ان الاهتمام كيكون موجه لعنصر واحد، فكيبدا يغوت او لا كيطيح في الارض او لا كيبدا يتمرمد. فهنايا الام كتجي بسرعه وكتقول له مالك، شنو ضرك، شنو عندك. فهذا كيحس الطفل بواحد الاريحيه وكيقول بلي فعلا الام ديالي ولات كتهتم بيا، فكتولي عنده هذه وسيله باش انه يعبر على انني راني كاين، انني راني موجود. كذلك الغيره، ملي كيكون طفل مغيار يعني في واحد السن معينه سبحان الله كيكون 2 3 سنوات دائما حسب اخصائي الاجتماع، وكيتزاد وليد اخر في الاسره، فالاهتمام بطبيعه الحال كيكون موجه للوليد اللي يلاه تزاد. فهنا الوليد الاكبر كيحس بواحد النقص، اننا الاهتمام كان مركز عليه، كان موجه ليه بصفه عامه، فكيشوف انه نقص، فكيولي غوات او لا هو ملي كيشوف خوه كيبكي او لا كيتالم حتى هو كيعاود يبكي، حتى هو كيغوت، حتى هو كيعبر كتعبير حتى انا راني كاين، حتى انا راني كنغوت، حتى انا راني مريض، حتى انا راني ضراني، حتى انا خاصني اهتمام بواحد الشكل معين. كذلك بعض المرات كيبغي يعبر على انه شخص اللي عنده راي ومتشبت بالراي ديالو، فملي كيقول واحد الحاجه انا غنديرها والام كتعارضو او الاب، فهو كيولي غوات وكيولي يصرخ. والام بعض المرات كتبغي تتفادى هاد الصراخ وهاد الغوات اللي ما عنده حتى شي معنى، فكتقول ما كاين باس انني نفذ له الرغبه ديالو. فهنا بحال الوليد كيولي عنده واحد الحاجه اللي كيشد بها الام ديالو باش تلبي الرغبات ديالو او الاب. كذلك كنشوفوا كذلك كثير من الاسر كيعانيو مع الوليدات ديالهم في الشارع العام، يعني ملي كيوصلوا حدا شي محل ديال اللعاب او لا شي حاجه كيولي غوت في وسط الزنقه، فالام بحال مثلا كتحشم او لا ما كترضاش، فكتلبي له الرغبه ديالو، كتمشي وكتشري له اللعبه. لا، خاصنا دائما نشوفوا بالتي هي دائما بالتي هي احسن، نحاولوا نعرفوا السبب، نحاولوا دائما نتكلموا معاه بواحد الشكل اللي هو جميل، نحاولوا دائما نقنعوه، نحاولوا دائما نقولوا له راه بعد ما نكونوا ما هازينش الفلوس باش انا نشريو لك داك اللعبه، بلا ما تغوت، بلا ما دير هاد الفضايح في الشارع العام، بل كون انسان متزن وكون بشويه، ودائما هاد اللعبه راني غنشريها لك، غير تسنى واحد الفرصه قريبه. فنحاولوا دائما ننزلوا عند الطفل ديالنا ونحاولوا نتفهموه ونحاولوا نكونوا معاه اب وصديق ما فيها بس. اذا كان كلامي اليوم هذا فقره لا ماشي فن الحياه بل في بيتنا طفل. من منتدى المغربيه.